فرق ازاي ما بين الضغط العادي وان انا اكون مكتئب، ودور اخصائي النفسي المفروض يبقى ازاي في الحالات اللي زي دي. المشكله اللي انا بشوفها فعلا اليومين دول ان الشباب بتفسر اي ضغط بسيط في اتجاه الطب النفسي، او هو مش حابب يشوف نفسه ان هو مقصر. يعني انا لا، انا مش مقصر، انا مكتئب. كلمه فقد الشغف دي طبعا بتترجم غلط دايما، يعني انت مالك فقد الشغف، كأن احنا لازم يبقى عندنا محرك اصلا لكل حاجه. عايز اعرف الطب بحت رايه ايه في الرياضه، وهل العلاج فعلا ممكن تعالج مشاكل فعلا؟ ازاي افرق ما بين اذا كان ده حزن او دي حاجه تستاهل تدخل طبي ولا دي اوهام في دماغي؟ العنصر الفيصل بتاعنا هو الشخص حياته ماشيه ولا متعطله. بتستقبل معلومه على المجال العقلي مش معناها انك انت قادر تستقبلها على المستوى الشعوري. مش لازم تقعد تحل ازمه الناس الاقتصاديه على الفيسبوك، مش لازم تحل الانحلال الاخلاقي على الفيسبوك، مش لازم تحل الانحلال الديني على الفيسبوك، مش لازم يبقى ليك راي. حلقه جديده من البودكاست مع ضيفي المتميز جدا 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 دكتور سعيد الامام، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان. دكتور سعيد بعيدا عن الكتابات بتاعته الجميله وان انا متابع جيد جدا ليه، يعني ما بفوتش حاجه هو بيكتبها، وبعيدا عن انه عامل شغل ما شاء الله جميل جدا، اللي احنا اصدقاء اصلا. يعني انا في الفتره اللي هو كان بيدرس فيها في كليه الطب لسه كنت انا بقى لسه بادئ تمرين جديد، وبحاول ان انا يعني ابدا ان انا اعمل شغل لنفسي وكده. كنا بنتمرن مع بعض في نفس الجيم يعني، فانا اعرفه على المستوى الانساني قبل بقى ما هو ياخد اتجاه التخصص في علم النفس والحاجات دي كلها ويوصل للحاجات الجميله اللي هو عاملها دلوقتي. منورنا يا دكتور سعيد. شكرا على المقدمه الجميله دي جدا. الله يحفظك يا دكتور. بص، بعيدا بقى عن السكريبت والتحضير والكلام ده كله، خلينا يعني اللقاء ده يبقى متميز بحكم ان احنا اصلا اصدقاء، يعني الموضوع دردشه من القلب يعني. تمام. انا في حاجه الفتره الاخيره مؤخرا يعني لفتت نظري، يعني بشوفها كتير على السوشيال ميديا وكده بقى، هي ظاهرة ان اي حد بيتعرض لضغط بسيط اللي هو الضغط الطبيعي العادي، الامتحان مثلا كان بيذاكر وما ربنا ما وفقوش، حصل عنده مشكلة في حياته شخصية، ضغط مشاكل في البيت، مشاكل أسرية بتاع، مع الترند بقى البوستات بتاعت الاكتئاب والكلام ده كله، بس انا مكتئب. انا مكتئب، انا محتاج اتعالج، انا رحت للدكتور فلان الفلاني وقال لي انت مكتئب. مع بقى ظاهرة الاخصائيين النفسيين الكتير اللي بقوا كتير قوي دلوقتي، سواء بقى على السوشيال ميديا او في العيادات او الكلام ده كله، اللي ممكن يجي لها شخص عادي جدا ويحوله فعلا لمريض اكتئاب بالادوية وبالتشخيص الغلط او ايا كان بقى. يعني انت يعني انا عارف ان هو سؤال مركب، بس حابب اسمع تعليقك باستفاضه على الموضوع ده. افرق ازاي ما بين الضغط العادي وان انا اكون مكتئب، ودور اخصائي النفسي المفروض يبقى ازاي في الحالات اللي زي دي؟ تعقيبك على الموضوع يعني. هو عموما اي حاجه لما تيجي تنتشر في وقت من الاوقات الناس كتير ممكن تتقمصها. يعني مثلا في حاجه معروفه كده اسمها متلازمه طالب الطب. احنا اول ما ندخل كليه الطب مثلا فيجي الدكتور يشرح حاجه، فكل شخص يبقى قاعد تصدق يعني مثلا القلب بيجي بوجع في الكتف الشمال، فالشخص يبدا يحس ان هو ايه ده، انا كتف الشمال بيوجعني، انا اروح اعمل رسم قلب. تمام. ودي على فكره حصلت لي حتى في سنه اولى، انا فاكر كويس الدكتور قاعد بيشرح ومش عارف ايه، وخلي بالكم يا جماعه مرضى القلب الناس كلها تبقى فاكره ان وجع القلب بيكون في مكانه بالظبط، لا هو بيوجع في كتف الشمال. وانا قاعد كده قلت ايه ده، احتمال على فكره انا في وجع في كتف الشمال بقاله فتره كده، ما اروح اعمل رسم قلب ممكن يكون عندي حاجه. فلما بتسمع حاجه كتير وبتتكرر عليك كتير انت ممكن تتقمصها وتبدا تحس ان هو ايه، ده شبه اللي انا عندي بالظبط. خاصه ان الاعراض النفسيه بشكل كبير فيها تشابه كبير ما بينها وبين الطبيعي. امال بقى احنا امتى اصلا انا كدكتور او واحد اخصائي نفسي واحد رايح له يقول له دلوقتي انا بشتكي من 1 2 3، امتى يبدا يحطه على دائره تشخيص او لا؟ اول حاجه لما تبقى الحاجه دي اصلا بدات تعطل حياته بشكل ملحوظ، لان في فرق كبير بين ان انا اتعرض لضغط وفي فرق بين ان انا حياتي بدات تقف بجد. يعني بنزل مثلا اليوم بالعافيه وبعد كده مثلا اطلب منك اجازه بكره، وبعد كده انزل اليوم اللي بعده، بعد كده معلش انا مش قادر. تمام. لا هو بدا حياته مثلا الوظيفيه تتعطل. في واحد تاني كان علاقاته ماشيه بشكل طبيعي جدا، بدا ينعزل عن الناس، ما بقاش عايز يتكلم، ما بقاش عنده طاقه ان هو يقعد حتى في العادات اللي هو كان بيحب يقعدها. ففكره المرض عموما في الطب بشكل عام خالص سواء باطني او جراحي او اي حاجه بدات تعطل البني ادم. يعني انت مثلا رحت لدكتور جراحه، والله يا دكتور انا طلع لي الحته دي كذا، دي اسمها تشخيصها كذا بس انا مش هتدخل مثلا يعني. تمام. طيب الاكتئاب بقى تحديدا بلغتنا احنا ما بنعرفش نفرق ما بين الاكتئاب والحزن. انت اصلا لو قابلت واحد عادي تقول له اخبارك ايه اليومين دول، لك انا مكتئب شويه. فبالتالي لغويا اصلا هي شبهها بالظبط. فالناس ما بتبقاش قادره تفرق ما بين ان واحد في حاله حزن وواحد مكتئب. طيب هو المكتئب ده بيكون عامل ازاي؟ المكتئب ده اولا لازم يبقى فيه مده عشان نقدر نشخص، على الاقل اسبوعين والاعراض تكون متواصله. مثلا ان الشخص
بقاله وقت مزاجه وحش طول الوقت. يعني هو مش فكره ان انا حزين في وقت من الاوقات على مدار اليوم ولما انزل اقابل اصحابي مزاجي كويس، لا، انا طول الوقت او غالب الوقت مزاجي وحش. تاني حاجه وده العرض المهم جدا، هي تترجم بالعربي فقد الشغف، بس هي ترجمتها مش دقيقه قوي. ان الحاجه اللي انت كنت بتستمتع بيها لو عدت عاوز تعملها، ولو عملتها ما تفرقش مزاجك اصلا. واحد بيحب يلعب كوره، فيلا ننزل نلعب كوره، لا ماليش مزاج، مش عايز العب كوره اصلا. واحد بيحب يلعب بلاي ستيشن، واحد بيحب يقعد على القهوه، لا مش عايز اصلا، ما عنديش رغبه ان انا اعمل ده. طيب نزلت والناس ضغطوا عليه وتعالى يا عم اخرج معانا بس وهتفك، يلعب مثلا او يلعب بلاي ستيشن او يقعد على القهوه، مفيش اي تغير في مزاجه. يقول لك في حاجه غريب، انا بحس ان انا اللي انا بعمله ده مش مؤثر في مزاجي خالص. فدي طبعا دي علامه فارقه جدا ما بين الشخص اللي عنده حزن او مر بازمه عاديه او مر بازمه شديده شويه عليه، وبان هو مكتئب. تيجي بقى بعد كده يبدا ياثر على الذاكره، يبدا الواحد يلاقي نفسه بينسى كتير، وبالذات الحاجات القريبه. طبعا الذاكره البعيده دي بتروح اكتر في الامراض العصبيه، بس هو يبدا الحاجات القريبه ينسى كتير. يعني يقعد يحط الموبايل ينسى انا حاطه فين، يقعد يدور على الشقه كلها ما يكادش ان هو مثلا جنبه، يلاقيه في جيبه ويقعد يلف عليه كتير، بس طبعا بشكل متكرر لان دي بتحصل معانا كلنا. يبدا بعد كده يلاحظ ان تركيزه بيقل. انا مكتئب ولا ايه؟ انت عمال تقول الكلام انت فعلا بسرح عمال افتكر مواقف. انت غصب عنك هتتقمص، ده طبيعي جدا. فتبدا مثلا تلاقي تركيزك بيقل. يعني الواحد يقعد يتفرج مثلا على فيلم، هو يجي يقول لك مثلا والله الراجل ده كان على المركبه الفضائيه كذا، المركبه دي كانت فين في الفيلم؟ ما شفتهاش. ايوه. بعدها بشويه هو ده مين اصلا؟ ده طلع امتى في الفيلم؟ وهكذا. غير طبعا المذاكره والحاجات اللي بتتطلب ان انا اقدر اركز فيها. الشهيه بتاثر بشكل ملحوظ، يا الا بتزيد قوي يا الا بتقل قوي. بس لا كده انا مش مكتئب، انا فلتت خلاص. تمام. بس غالبا بتقل، وممكن تقل للدرجه اللي يبدا والوزن يقل بشكل ملحوظ. تمام. تبدا الشعور بالذنب يكون موجود في الخلفيه دايما كده، انا حاسس ان في حاجه غلط. والشعور بالذنب ده له تفسيرات كتير، بس هو اغلبها لان انت في حاله جديده ومش عارف ده ايه. يعني يا ترى انا عملت حاجه؟ يا ترى ربنا بيعاقبني؟ يا ترى انا في ذنب عملته مثلا بتردي لي انا في ايه اللي انا بعمله؟ في حاجه غريبه مش قادر اتحرك. وطبعا في كلمه فقد الطاقه دي مهمه جدا، انك انت بتقوم بالحاجه. عارف انت مثلا لما تكون من الصبح مش فاطر ومش واكل ونازل بسرعه وتيجي على الساعه 5 تحس انك انت هبطان كده، زي مثلا وقت الصيام تحس ان لا انا اخر ساعتين دول. هو بقى كده معظم اليوم، هو مش قادر يعمل حاجه، عايز يقوم من السرير بيقوم بصعوبه شديده، عايز يتحرك يعمل حاجه بيتحرك بصعوبه شديده. معاها كمان ان الشخص يبدا يحس ان هو ما يستحقش حاجه كويسه، ويبدا يفقد ثقته بنفسه. يجي حاجه كويسه مثلا يتعرض عليه، لا انا ما استاهلهاش اصلا، انا ما استاهلش ان انا اكون في الحاجه دي. تمام. فبالتالي احنا لما نيجي نشخص بنختار بنسميه تور ميجور ساين، يعني بنختار حاجتين من الاساسيين اللي هو المزاج رقم 1، ومعاه الانهيدونيا اللي هو الشخص يبقى يفقد الشغف والحاجه اللي بيعملها اللي كان بيحبها ما عادش تاثر في مزاجه، زائد مجموعه تانية من الاعراض اللي احنا بنسميها اعراض الماينور، التركيز والذاكره والشعور بالذنب والشهيه. طبعا النوم ده من الحاجات الفارقه جدا. قله النوم او النوم يكون مقطع، او انا اقعد كتير على ما انام، او اصحى من النوم كأني ما نمتش، دي طبعا مهمه جدا. لان النوم اصلا في حد ذاته لخبطته لفتره طويله ممكن يجيب اكتئاب، ممكن يجيب توتر، ممكن يجيب حاجات كتيره جدا. لان احنا مخنا ده لازم يفصل. مفيش اي جهاز في الدنيا الانسان اخترعه ينفع يشتغل 24 ساعه. كمان مثلا في مبدا النوم الناس متبقاش منتبهه ليها، ان النوم بيتم مبدا الديون. انت مفروض الطبيعي من 7 ساعات ل 10 ساعات. تمام. فلنفترض ان سعيد الطبيعي بتاعه 8، فالنهارده كان بيذاكر وقعد سهر بالليل ونام 4 بس وصحى، وتاني يوم نفس الكلام، وتالت يوم نفس الكلام. يبقى هو دلوقتي لمده 3 ايام متراكم عليه 3 في 4 ب 12 ساعه لازم تنامهم. ما نمتهمش يبدا يحصل تغيرات كتير. واوقات طبعا كتير الاكتئاب والقلق بيكون معاه اعراض جسمانيه، يبدا الواحد يحس باوجاع في جسمه مختلفه ملهاش تشخيص عضوي. وده برضو من احد الاسباب اللي دكاتره البطن كتير بتحاول علينا للطبيب النفسي. يعني هو بيعرف ازاي، يعني مثلا كل مرض له شكل معين من الوجع، له شكل معين من التاثر او التغير. فيلاقي مثلا كتفه اليمين بيوجعه، تمام، فده مثلا ممكن يكون من المراره. انما كتفه اليمين بيوجعه، ركبته الشمال بدات تنقح عليه شويه، عضلات رجله بدات تشد لوحده، المعده بدا يحصل فيها وجع، القولون. فبالتالي انت في اكتر من سيستم العضلي، سيستم العضلات، سيستم الجهاز الهضمي. لا في الوقت حاجه يدل ان التشخيص ده احنا محتاجين دكتور نفسي، لان الاعراض هنا بدات تبقى ملهاش كرايتيريا واضحه بالنسبه للطبيب. ده مش متوافق مع انه عنده مثلا جرثومه معده، ولا انه عنده مشكله في المراره، ولا انه عنده مشكله في القلب. تمام. فبالتالي الناس لما بتسمع بقى الاعراض ديت منفصله،
بيبدا يخاف، اللي هو تصدق انا مثلا بقالي 3 4 ايام حزين ما فيش حاجه بتغير في مزاجي، تصدق انا بقالي فتره ما فيش حاجه بتفرق معايا وبتاع تصدق. وكلمه فقد الشغف دي طبعا بتترجم غلط دايما في يعني لحظة. يعني تلاقي الناس يقول لك ايه ما عادش عندي شغف اي حاجه، انت مالك فقد للشغف، انت مش عايز تشتغل ليه فقد للشغف. ايوه كأن احنا لازم يبقى عندنا محرك اصلا لكل حاجه. فبالتالي الاكتئاب بقى هنا نيجي نشخصه بقى ازاي. انا بشوف الكلينيكال ساينز بتاعتي او الاعراض اللي ظاهره على الشخص، وفي كمان معايا مقاييس، يعني في مقياس الشخص بيبدا يحله معايا. المقياس دوت بيحدد انت دلوقتي مثلا الحزن بتشعر بيه طول الوقت ولا بعض الاوقات ولا معظم الوقت مش قادر تتحمله وهكذا. المقاييس دي يا دكتور يعني زي اختبارات مثلا انت بتعملها معاه، زي حاجات يقعد يجاوب عليها او كده، صح أيوة. كده؟ تمام كده. اصلا ممكن تيجي في دماغ حد بيسمع ان ده في جهاز مثلا معين بيتحط عليه او كده، انت فاهم قصدي؟ هو على فكره الطب بدا يتجه للحته ديت بس لسه في مجال الابحاث، ان احنا نقعد نصور بقى، يعني نصور مخ سعيد ونصور مخ صلاح كده ونشوف ونقارن ونقارن في ايه المشكله. تمام. لكن اللي احنا دلوقتي نملكه اكتر هي المقاييس النفسيه اللي احنا بنسميها الاختبارات، اللي الشخص بيجاوب الاسئله وببدا اجمع مع الدرجات، وبالتالي بيبقى برضه في درجات، ده لا ده متوسط، لا ده شديد، لا ده شديد جدا، لا ده اللي هو اكتئاب نوعا ما، ده لا قلق نوعا ما، ده لا ده قلق محتاج تدخل وهكذا. فالاختبارات النفسيه برضه من الحاجات اللي بتفرق معانا جدا. لكن النقطه الاهم اللي انا انصح بها اي حد، لما تلاقي حياتك بدات تعطل بجد ما تستناش كتير. يعني انت ما تلاقي بجد بقى بدات في حاجه، سواء بقى الحياه على الجانب الوظيفي، على الجانب الاجتماعي، على الجانب الروحاني، على جانب العلاقات، الجوانب بتاعتك الطبيعيه اللي انت متعود عليها انها تبقى ماشيه، فجاه بدات تعطل، لا ابدا شوف المشكله فين. زائد برضو خلي بالك ان احنا مش لازم نروح اصلا للطبيب اللي هو بنتكلم بيشتغل بالعلاج النفسي، لان برضو في حتتين في الطب النفسي، في اللي هو الطبيب بس، في ناس بتشتغل في الطب بس اللي هو انا هشوفك والله هشخصك وشكرا واحولك مثلا لاخصائي. في ناس اطباء بيشتغلوا كطبيب وكمعالج في نفس الوقت، تمام. وفي بقى اخصائيين نفسيين بيشتغلوا في العلاج النفسي اللي هو السايكوثيرابي او الجلسات العلاج النفسي فقط. في الحالتين انت لما بيبقى عندك مشكله بتعطل حياتك، شايف ان في حاجه، يفضل انك بتروح الاول للطبيب. الطبيب ده يشخص اصلا هو ايه المشكله، فيه فعلا مشكله محتاجين تدخل دوائي. التشخيص ده مهم جدا، لان انت ممكن، ودي اوقات بتبقى موجوده، الاعراض النفسيه تبقى موجوده بشكل كامل نتيجه تعب عضو تاني. يعني مثلا الغده الدرقيه زيادتها ممكن تسبب اضطراب القلق بشكل واضح جدا، نقصها يسبب الاكتئاب بشكل واضح. فبرضه دي من الحاجات العضويه. في بعض الامراض بدات تنتشر زي مرض اسمه تصلب متعدد، ده مرض عصبي وللاسف بدا ينتشر في سن الشباب بالذات. هو ما كانش موجود زمان، ان ممكن حتى في وقت الكليه كده اللي هو ايه ده درس مش هتشوفه يعني عديه كده، مش حاجه هتلاقيها كتير، تمام. بقى منتشر شويه، بيبدا الواحد ممكن يبدا اوقات كتيره بالقلق والاكتئاب، ودي شفتها اكتر من مره. يعني هو الشخص ما يبقاش لسه عنده اي اعراض عصبيه وفجاه تلاقي ان بعد كده بدا يحصل لا قدر الله بقى مشكله في الحركه، مشكله في السمع، مشكله في البصر. فمهم جدا حته التشخيص، عشان لو في اي اعراض عضويه الطبيب يبدا يستبعدها، عشان ما تخشش في دايره انك انت مثلا جلسات طول الوقت وانت اصلا عندك صعب عضوي. ودي برضو من الحاجات اللي بتفرق. يعني انت ممكن تلاقي الشخص فيه اكتئاب شديد وعنده افكار انتحاريه ومزاجه وحش طول الوقت، وانت شغال معاه مفيش اي تحسن، لا ابدا دور ان في سبب عضوي. انما لو الطبيب من الاول احتمال كبير ان هو يقدر يلقطها، لانه لو في اي حاجه بيشك والله وزنك كذا، هل بتحس بالحراره بالشكل الفلاني، هل في اي تاثر في الحركه، هل في كذا، هل في كذا، هل في كذا، تبدا استبعد هل في حاجه عضويه ولا لا. انا عن نفسي ما بقاش شايف ان فيها مشكله كبيره ان الشخص يلجا لطبيب بمجرد ان هو يلاقي ان في مشاكل، لان اوقات كتير بتبقى مشاكل قد كده صغيره خالص بس انت قاعد تراكمها، تجاهلها يكبرها. تتجاهل المشكله تانية تكبر شويه جواك، تتجاهل المشكله ثالثه تكبر شويه جواك، فتلاقي مثلا انك انت بقيت بتستقبل حاجات كتيره جدا وانت مش عارف هي. يعني مثلا تكلمنا عادي كده ارد عليك بعنف، تمام، انا مخزن حاجات ليك وانت مش عارف اصلا انا مخزنها لك، تمام، ومخزن حاجات مثلا من بره وجاي اطلعها عليك. ففي حاجات كتيره ممكن تبقى صغيره تبقى عامله بالظبط زي الخراج ده مثلا بيبقى عامل ازاي. الخراج ده بيبقى حاجه صغيره قد كده، تبدا المناعه تهاجمه بشده، فالمناعه لما تهاجمه بشده يقوم مكون حواليه صديد، يقوم الجلد يبدا يكون حواليه طبقه معينه، تمام. فبنسميها في الطب حاجه اسمها تندر، يعني بمجرد ما تلمسها حتى من مكان اللي حواليها توجع اكتر من الطبيعي. فبقى الجزء الاساسي انت ما تسيبهاش تفضل لحد ما المناعه تقعد تهاجمها 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 وتراكم عليه، لا، اول باول لو في مشاكل بدات تعطلك عارف ان المشكله دي اكبر من قدرتك على تحملها. ودي برضو نقطه تانية مهمه، ان احنا مش زي بعض.
يعني اللي سعيد يتحمله صلاح ما يتحملوش، واللي صلاح يتحمله سعيد ما يتحملوش. تمام. فبالتالي برضو مش لازم تقيس نفسك على الناس. اللي هو مثلا واحد توفى له شخص عزيز، اول اسبوع 2 3 بدأ الدنيا لا في تدهور واضح في وظائفه، طيب عديت اول شهر 2 3 لا في حاجة غلط. طب ما الناس كلها بيموت لها ناس، الناس كلها بتفقد ناس عزيزة عليها، الناس كلها بيحصل لها كده، بس الناس مش زي بعضها. في واحد مثلا بيعدي مرحلة الانكار دي مثلا فترات طويلة، هو مش حد مات اصلا، يعني يبقى شخص مثلا عايز يتوفى عليه، لسه انا لسه مش معتقد ان هو توفى، مش قادر ادعيله، مش قادر اطلع صدقات، مش قادر، لا في حاجة الشخص ده هرجع له في وقت ما. الشخص ده مثلا لسه له تحاليل او لسه له اشعه، مش هرميها، لما اروح المستشفى ان شاء الله هبقى اعرف اقابله تاني مثلا يعني. فدي مشكله ممكن تمر ناس كتيره جدا. بس غالبيه الناس مثلا لما تيجي تقول لحد انا ايه، انا مكتئب جدا بسبب حاجه توفي، يا عم بقى يعني حرام والصبر وانت بتعترض على قضاء ربنا. انا مش معترض، انا مش قادر المعلومه مش قادر اهضمها. ودي برضو نيجي لها النقطه التانيه مهمه، انك انت لو بتستقبل معلومة على المجال العقلي مش معناها انك انت قادر تستقبلها على المستوى الشعوري. يعني مثلا الشخص ده هو ممكن تلاقيه عادي جدا حضر الجنازة مثلا، واقف بيصلي الجنازة، وبعد كده راح مع الشخص يدفنه، وبعد كده واقف يستلم العزاء، بس هو مش قادر يتقبل المعلومة، دماغه مش جايباه. تمام. على عكس بقى مثلا يكون كل اخواته متقبلين المعلومة، فلما يجي هو يتكلم معاهم الناس في ايه يعني ماشي احنا كنا زعلانين زيك، بس انت ليه كده، انت ليه مش قادر، وهكذا. فدي مثلا من مشكله الجريف مثلا، من المشاكل اللي هي بتحصل كتير، تلاقي الشخص جالك في اول اسبوع او تاني اسبوع تالت اسبوع، انا بقول لا ده طبيعي، طبيعي انك تكون زعلان، طبيعي انك تكون متاثر، انا دلوقتي لسه مش قادر استقبل الوفاه، بقول له لا ده طبيعي. يعني اقصد ان حتى في بعض الرياكتيف بتاعتنا او ردود افعالنا تجاه بعض الامور تبقى شديده بس طبيعيه، هو ربنا خلقنا كده. يعني مثلا زي حالات الوفاه اللي انا بيجي لي كتير، لا ده طبيعي، اول اسبوع بالشكل ده طبيعي، انا زعلان وقت طويل، النوم بدا يتاثر، انا الموضوع بفكر فيه كتير، ده طبيعي، على حسب طبعا درجه تعلق الشخص بالشخص المتوفي مثلا يعني. فرغم ده حدث مثلا ياثر بشكل واضح، بس انا ببدا اقول للشخص خلي بالك اللي انت بتمر ده بيه طبيعي وده مهم. مش على طول مثلا واحد لسه جالي بعد 10 ايام من الوفاه وبيعيط كتير وزعلان ومتاثر، طب يلا خد مضاد اكتئاب، لا هو ده انسان طبيعي، اللي بيمر بيه ده طبيعي. الشخص يا دكتور لسه مش قادر يتقبل ان الشخص ده توفى، بيقول ان هو لسه موجود، ده طبيعي. لدرجه انك انت لو شفت الشخص المتوفي لحد 6 شهور بعينيك كانه هلاوس، انا بعتبرها برضه طبيعي. يعني بعد 6 شهور تبدا تشوف فيه مشكله، انما انت ممكن تشوف في الفتره كبيره من الزمن، رغم ان مثلا الهلاوس دي على طول لا ده اضطراب كبير، تبدا لا تدور بقى على المسمى عرض ذهنيه وكلام كبير جدا، بس انت برضه في حالتك دي طبيعي. فبالتالي الاهم والعنصر الفيصل بتاعنا هو الشخص حياته ماشيه ولا متعطله. ده يرجعنا لنقطة البداية، ان تمام. ازاي افرق ما بين اذا كان ده حزن او دي حاجة تستاهل تدخل طبي، ولا دي اوهام في دماغي، هل حياتي عطلانة ولا لا. طيب ما ده برضه يا دكتور هتخلي الخيال يتحرك عند الشخص. يعني مثلا انت في اول الكلام بتقول ايه، انا حاجة كانت بتثير شغفي وبطلت اعملها. طب ما جايز يبقى بيمر بمراحل ملل، جايز نضج، جايز تغيرات عموما. فهل في معايير محددة اقدر احطها للشخص في نطاق ضيق يقدر يفرق بيها؟ تمام. مش تبقى حاجه واحده ابدا، يعني ما ينفعش اقول له انت مثلا واحد بيحب الرياضه فبدا يبعد عن الرياضه يبقى هو عنده كده، لا ده تبقى حاله عامه. في يعني كل حاجة، في كل حاجه، مش حاجة واحدة لا مش معينة. حاجه واحده. يعني اول حاجه انا والله كنت، واحده مثلا تقول لك والله انا كنت بحب انزل مع صحباتي واعمل شوبينج، وكنت بحب اطبخ شويه، كنت بحب اتفرج على افلام، كنت بحب اتفرج على مسلسلات، لا مسلسلات ولا افلام ولا خروج ولا طبخ ولا شوبينج ولا اي حاجه تاثر فيه، لا يبقى دي المشكله. بمعنى يعني زي ما انت قلت حاله عامه، يعني حالة ما عامة. اقدرش اقولها على حاجه بسيطه، لان انت ممكن اللي انت تحبه دلوقتي بعد سنه ما عادش ما تحبه عودش ده. بحبه، ما ده اللي بتكلم فيه. يعني انت فاهم قصدي. تمام. يعني كذا حد يقول لي مثلا انا كنت بحب البلاي ستيشن وما عودش بحب العب بلاي ستيشن، فانا حاسس ان انا داخل على كتاب وانا قريت ان من اعراض الشغف. اقول له لا انت كبرت عادي يعني الالعاب بقت بالنسبه لك ممله، يعني انت فاهم دماغي. فهي دي بقى المشكله اللي انا بشوفها فعلا اليومين دول، ان الشباب بتفسر اي ضغط بسيط في اتجاه الطب النفسي، او هو مش حابب يشوف نفسه ان هو مقصر. يعني انا لا، انا مش مقصر، انا مكتئب. الضغوط اللي في الحياه دي مش حقيقيه. المفروض اصلا يعني انا بشوف الناس هي الدنيا الموضوع عادي ماشي. فعشان كده دايما بيبقى عندي حته ان انا كان نفسي حد يوضحها. بس انت كده دلوقتي يعني ايه قضيت على يعني الجدليه في الموضوع ده تماما، ان هي بتبقى حاله عامه وليها معايير كتير، وان ممكن الموضوع يتلحق بسهوله جدا،
وله حاجات كتيره تتظبط، بس ان الانسان مش عيب ان هو يطلب مساعده من حد. انا بقى عايز احكي لك حاجه يعني سريعا، مش عارف دي هو طبعا اكيد اللي هقوله ده فاتي في اتجاه طبي، يعني انا بقوله قبل ما اتكلم يعني. بس انا بشوف ان جزء كبير من الهشاشه النفسيه اللي ممكن تحصل عند الشاب او عند البنت او عند الكلام ده كله بتحصل دايما في نطاق الناس المرتاحه. مش قصدي ماديا، اللي هو متعود دايما على فكره ايه، من صغره مقفول عليه، من صغره مرتاح، اهله بيعملوا له كل حاجه، من صغره في عنايه، في كير، في اهتمام، لا ما تنزلش، لا هعمل لك انا. مش متعود يعمل حاجه بنفسه. ما اه واجهش. انما العيال اللي هي بالبلدي كده بتبقى مرميه في الشارع من صغرها، ابن حارس عماره، عيل شغال في فرن، عيل شغال، بتلاقيه متماسك نفسيا جدا. وهو مثلا في المخبز واقف عيل صغير صعيدي بيبيع مثلا عيش، بيدي العيش للزباين، وتلاقي عيل كبير بيترخم عليه وحد بيتنمر عليه وبتاع، وهو تلاقيه بيرد وبتاع ومتماسك، ولا الكلام فارق معاه. انت فاهم قصدي؟ الشاهد من الكلام ان بحس ان اعظم نصيحة الواحد يقدمها لحد زي كده، لا اللي هو انزل، اتحرك، جرب انك تشتغل، جرب ان انت تواجه الحاجة اللي انت خايف منها، جرب ان انت تحتك بالناس، جرب ان انت تلعب رياضة. يعني انا بشوف ان الرياضة بتكسر طبعا. حاجز كبير طبعا. في حاجة زي كده. فمش عارف هل ده صح ولا دي نوع من القسوة شوية على الشباب، انت شايف ايه؟ طيب هو الموضوع ينقسم لاكتر من جزئيه. الجزئيه الاولانيه ان في بعض الناس وهم بيربوا اولادهم برضه نتيجه التاثر بالترندات والسوشيال ميديا والكلام من ده، خايف قوي يعمل اي حاجه تسبب له صدمه نفسيه. يعني كلمه التروما بتتقال في غير مواضيعها كتير جدا. يعني اللي هو إيه ابني مثلا اختلف مع حد في مدرسه، خلاص جاله صدمه نفسيه مش هيطلع منها. انا انفعلت فجاه في البيت، وانا اصلا طول عمري شخص هادي، وابني عمره ما شافني وانا بنفعل ولا بتكلم في التليفون وانا بزعق مثلا، فابني جاله تروما من الموقف. فبتلاقي بقى في اهالي كتير بتحاول قدر الامكان تخلي الشخص لين قوي. يعني انت تعملش حاجه، انت كده تعملش حاجه، ما تنزلش اصلا تتعامل مع سوبر ماركت، ما تنزلش تشتري حاجه، ما تخرجش مع اصحابك، ما تسافرش، ما تلعبش رياضه. انت ممكن حد يقابلك فتشرب سجاير، خلاص طب ايه، خليه في البيت وقفل عليه من كل ناحيه. الخوف الزياده ده طبعا بيخلي الشخص مش قادر يحتك بالناس، وبالتالي في حاجات كتيره فقدها في التعامل. يعني اللي انت بتتعلمه مثلا وانت عندك 5 سنين، اللي بتتعلمه وانت عندك 10 سنين، 15 سنه، 20 سنه، كل مرحله عمريه ولها شكل ما. فانت في ناس تلاقي مثلا لسه خارج من الجامعه كده، يبدا بقى يعني يعرف اصلا العالم ده بيتعمل ازاي، العالم ده فيه ايه اصلا، تمام. فيبدا مثلا يتعامل مع واحد، فيلاقي الشخص ده مثلا مستعد يسرق، ويفاجئ ده الناس بتسرق، يعني الشخص مثلا معاه فلوس عادي وبيسرق يعني. فيجي له هو بقى بجد فعلا، يجي له صدمه وقتها بقى. فاهمني؟ ايه ده، هو ينفع الواحد اصلا يكون بيسرق وبياخد رشاوى ومش عارف ايه وربنا موسع عليه عادي؟ انا طول عمري ما اعرفش كده، انا اعرف ان اللي بيعمل حاجه غلط ربنا يبقى عاقبه على طول. يبدا يصدم مثلا يعني. فاللي هي المراعاه الزياده عن اللزوم طبعا بتخلي الشخص مش قادر ان هو يتعامل مع الناس في حاجات كتيره مش واخد باله منها. بيتربى على افكار طفوليه كتير. هو يعني مثلا زي العالم فكره المثالي. العقاب. العالم فكره المثالي. العقاب، انت ضغط النهارده زي بونوكيو كده، انت كذبت فمناخيرك تطلع على طول. الشخص ده خد رشوه، المفروض تاني يوم اشوفه بيتحرق. أيوة. عربيته اتخبط، ايه ده عربيته ما اتخبطتش، ايه ده طب انا عملت حاجه كويسه جدا وبصلي بقالي فتره وبتاع بدع ربنا والحاجه ما جاتش. طب ازاي انا اعرف ان انا طالما انا كويس مع ربنا على طول الحاجه هتجيلي مثلا يعني؟ فهو القفله الزياده عن اللزوم طبعا دي مشكله. لكن برضو على النقيض في برضو جزئيه تانية، لان انا قابلتها برضو في العياده. مثلا تلاقي شخص يقول لي بص انا ما جيتش هنا العياده غير بعد ما الامور الماديه اتحسنت شويه. يعني انا كان عندي صراحه ازمات وكان عندي حاجات ومش قادر اتحملها، بس يعني مفيش اثر رفاهيه ان انا اروح اقول له دكتور نفسي. يعني فكره ان انا اصلا اخد كشف من البيت، الكشف ده ممكن يكون مثلا اكلنا مثلا يومين 3، فانا مش هعمل حاجه. فانا بزقه اليوم بيومه لحد ما يا تفرج يا في حاجه تحصل يا اما اموت. كان الناس كتير بتقول اللفظ ده. فبالتالي برضو خلي بالك، مش لازم معنى ان الشخص ده بيتعامل قدامك ومتماسك ان هو فعلا يكون متماسك من جواه. هو طبعا يعني زي ما قلنا ان القفله زي عن اللزوم دي بتسبب مشاكل، بس على الجانب الاخر الطبقات اللي بتكون اقل شويه ماديا، اقل اجتماعيا، في حاجات كتيره برضو غصب عنهم بتفوتهم.
المقارنات اللي موجوده. انا شخص مثلا ماديا عايش في وضع معين، وفجاه بدخل على السوشيال ميديا بلاقي هتروح تايلاند ازاي من غير فيزا؟ تايلاند ايه يا جماعه؟ ما رحتش راس بره قبل كده. تايلاند دي اللي بتتكلموا أيوة، فيها لا وبتوع مثلا. التسويق العقاري، بتوع التسويق مم. العقاري تلاقيهم بيكلموك مثلا، مم. يقول لك مثلا في فيلا مش عارف حضرتك ايه، وانت مم. اصلا مثلا ماسك في ايدك الكارت بتاع التموين، واقف في الطابور بتاع العيش. اه اقفل بس حضرتك دلوقتي وهخلص الميتنج تمام. واكلمك. فمثلا منظمه الصحه العالميه لما كانت بتعمل فكره ان نشوف الطبقات نهين اللي بيجي فيها اضطرابات اكتر، لا الاضطرابات اللي بتبقى موجوده في الطبقات اللي فيها مشاكل اجتماعيه اكتر، اللي بيكون فيها مشاكل ماديه اكتر، عكس الناس ما تتوقع. مثلا كان فجاه يقول لك سويسرا ان اكتر معدل انتحار في العالم لانهم من كتر الغنى مش لاقيين يعملوا فلا، ده طبعا كلام مش صحيح. يعني المناطق اللي فيها كوارث طبيعيه كتير، المناطق اللي فيها حروب، المناطق اللي فيها ازمات اقتصاديه، المناطق اللي فيها ازمات اجتماعيه، لا طبعا دي اكثر عرضه. لكن اللي احنا نطلع بيه من ده، ما تقفلش على ابنك قوي. انت ابنك لازم يتعامل مع الناس، يعني لازم يعرف ان الدنيا في حاجه وحشه. ما ينفعش تقول لي هو لما هيكبر هيعرف يتعامل، لما هيكبر بقى هيكون واقف على رجله. طب هو واقف على رجله منين؟ ما هو المعلومه اصلا ما عرفهاش قبل كده. فدي طبعا بتفرق كتير جدا. الرياضه والحركه ديت حاجه يعني مفروغ منها في الطب. يعني احنا دايما كده في لا خد لك بق قهوه كده تمام. وقول لي ده. الرياضه يعني، لان في اهالي كتير بصراحه في قصه الرياضه دي بالذات يقول لك لا، ما بيعطلوا عن المذاكره. هو عنده ثانويه عامه. بس انا بشوف ان التاثير الايجابي على مستوى الراحه النفسيه، على مستوى الانتاجيه، على مستوى طرد الافكار السلبيه، على مستوى تجديد النشاط، لو هيعطلوا ساعه فهو هيخلي الانتاجيه بتاعته اضعاف في الوقت المحدود ده، عن انه اصلا ما يتمرنش. طبعا. فطبيا ده تفسيره ايه يعني؟ وعلى التاثير النفسي برضو بالكلام ده، انا بقول الكلام كده يعني، انا ما اعرفش تمام. يعني اكيد انا مش خبره زي ما عنديش المعلومه اللي عندك، فعايز اعرف الطب بحت رايه ايه في الرياضه، وهل العلاج فعلا ممكن تعالج مشاكل فعلا؟ تمام. اولا احنا كنا ما اجيب لك بقى من بدري خالص واحنا في كليه الطب كده حاجه اساسيه كده، لما انت مثلا تتزنق في سؤال، تمام، ايه الحاجات العوامل اللي ممكن تحسن المرض ده مثلا الباطني او كذا وكذا، اكتب الرياضه. عشان يعني ممكن تجيب لك نص درجه كده، تفهمني؟ فده حقيقي الرياضه من الحاجات الاساسيه جدا 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 في حياه البني ادم. ليه بقى؟ لان الرياضه بتحطك في الاسترس الطبيعي، مش الاسترس الغير طبيعي. يعني مثلا انت دلوقتي كشخص نازل من الشركه عادي خالص، فجاه لقيت كلب ضخم قدامك، فده بيقعد يحرك جسمك كله كده، اللي هو ادرينالين يطلع وكورتيزون يطلع ويظبط ضغط وعالي ونبض عالي والكلام من ده. فده وضع مثلا خطر، تمام. لما انت مثلا تيجي وراك امتحان، فتلاقي نفسك انك انت بتقول لنفسك هسقط في الامتحان ده، انا الامتحان ده غالبا مش هعدي فيه، فتلاقي جسمك واخد برضه وضعيات الخطر. الرياضه بقى هي بتحطك في الوضع الطبيعي بتاع الخطر، بتاع الاسترس. انك انت دلوقتي حضرتك احنا محتاجين نعلي النور ادرينالين بشكل معين، محتاجين نعلي الهرمون الكورتيزول بشكل معين، محتاجين نعلي الهرمون ده بشكل معين. يبدا الواحد مثلا اول مره تاني مره لنفسه بيهبط كتير، بعد كده يبدا الجسم يسيستم اموره. لا احنا واضح ان احنا كنا بنتعامل ان الراجل ده في ازمه، لا هو مش في ازمه، هو ده واضح ان دي حاجه مستمره. تعالى بقى ظبط معدل الهرمون الفلاني، ظبط الريسبتور الفلاني. لان هو برضه الجسم بيشتغل ازاي؟ الجسم مش مجرد هرمون بس بيطلع كده وخلاص. يعني مثلا الانسولين يطلع مثلا من البنكرياس، يقوم رايح على العضله مثلا، يا عم يا حاجه احرقي شويه جلوكوز، تمام. في السكر مثلا ممكن يلاقي الريسبتور ده او المستقبل ده ما يستقبلش الامر صح، اللي هو احرق جلوكوز مش حرق، تمام. فتلاقي مثلا الجلوكوز ساعتها بقى في الدم مثلا اعلى. الرياضه بقى لما بتظبط توزيعة الهرمونات نفسها، بيبدا الريسبتور نفسها تتغير. بمعنى على فكره دي معلومه برضو مهمه جدا. احنا في الطب النفسي ناس كتير بتبقى فاكره ان احنا نقعد نشتغل على السيروتونين، لان برضو الناس تقعد تقرا كتير، تلاقي واحد جالك دكتور انا عايز اظبط السيروتونين والدوبامين. اصلا انا سمعت ان احنا على فكره بنظبط في الاساس المستقبلات. يعني الجسم لما بتعلي ماده معينه، يبدا الجسم على طول بشكل تدريجي المستقبلات نفسها تبقى الاكثر كفاءه هي اللي شغاله. فالرياضه بقى هي اللي بتحقق الوضع ده. انت دلوقتي بيطلع عندك هرمونز معينه، هرمون الاسترس بتطلع في وضعها الطبيعي، تعلى شويه عن الطبيعي، يبدا الجسم يتعود ان لا انا دلوقتي لازم اتعرض للاسترس دوت، فانا هبدا والله اظبط الريسبتور بتاعتي والمستقبلات بتاعتي بحيث ان انا الوضع دوت اكون طبيعي معاه. يبدا مثلا اكسر الفايبرز بتاعت العضلات اللي هي الضعيفه، اللي هو لو فضلت اصلا مع شخص يعني لو فضلت معاه طول عمره، تلاقيه مثلا ابسط حاجه يجي يشيلها مش قادر يشيلها. فالستريس عموما جزء رئيسي من تظبيطه هو بالرياضه.
الرياضه على فكره من احد الحاجات الاساسيه في علاج الاكتئاب، الحاجات الاساسيه جدا في علاج الاكتئاب، الحاجات الاساسيه جدا في العلاج بتاع اضطرابات القلق. دايما بنقول للشخص انزل العب رياضه، بل ان في بعض الابحاث بتتكلم بشكل محدد كده انك انت ازاي تخلي الرياضه لوحدها بشكل منظم بشكل منتظم تبقى علاج لاضطرابات معينه. ليه؟ لان زي ما بقول لك كده احنا في الطب فعلا تيجي السكر عايز تظبطه رياضه، الضغط عايز تظبطه رياضه، إيه مش عارف المرض الفلاني مثلا لخبطه الهرمونات رياضه، لان الرياضه دي بتبدا تسيستم هرمونات الجسم والمستقبلات بتاعتها على وضع مختلف. فتلاقي مثلا يعني الشخص اللي بيلعب رياضه كتير هو حتى استقباله للستريس العادي مختلف، لان هو جسمه اتعود على طلعه الهرمون الفلاني واتعود على طلعه الهرمون الفلاني. مش زي الشخص اللي هو ايه ده ورايا امتحان بس لاقي قاعد بقى مش قادر يقوم من السرير نايم جسمه متكسر ودماغه زحمه، لان هو ما تعرضش للاسترس العادي ده لفترات طويله. انا واحد بهين جسمي بارادتي، يعني أيوة. انا بهين جسمي بارادتي وبحطه تحت ضغط بارادتي، باش اخليه يشيل فوق طاقته بارادتي، باكل اكل هو مش عايزه بارادتي، تمام. بعمل حاجات كتيره جدا بارادتي. فاكيد لما يجي حاجه بسيطه تحطني تحت ضغط فعلا اكيد هيكون استقبالي ليها مختلف. بتخلي قوه تحملك في كل حاجه مختلفه، لان خلي بالك برضو الرياضه بس مش فكره ان هي بتظبط هرمونز ولا الكلام ده كله، لا الرياضه اصلا لو اتحولت لعاده تفرق كتير جدا. بمعنى الافعال اصلا بتتم ازاي والعادات بتتكون ازاي. يعني مثلا واحد متعود كل يوم مثلا يصحى للشغل الساعه 9 الصبح، تمام، جه يوم مفيش فيه شغل يوم الجمعه بيعمل ايه؟ بيصحى برضه بيصحى 9 الصبح. تمام. اه اي فعل انت بتعمله على فكره بيتحفر في المخ، مش مجرد ان هو فعل انا بعمله النهارده وبكره، لا بيتحفر في المخ. يعني بقى عندك وصله عصبيه ان سعيد لما يجي الساعه 9 الصبح صحيه. يعني انا مثلا في مستشفى اشتغلت فيها لمده 5 سنين كنت بصحى 9 الصبح، انا لحد دلوقتي لسه بصحى 9 الصبح لو انا مفيش حاجه الاقي نفسي صاحي كده. تمام. الازعاج ده يوم الجمعه بقى انا قاعد كده، انا مثلا هقوم مثلا ممكن انام وبعد سفر وابقى انام 3 الفجر ولا 4، بلاقي مثلا الساعه 9 قاعد برضو كده. ليه؟ هو مخك خلاص سيستم نفسه على الوضع ده. نفس الكلام بيحصل في العضلات. انت دلوقتي مثلا بتشيل 2.5 كيلو، اول مره بتجرب كده، بعد كده 5، فيبدا الجسم يقول لك ايه ده احنا في حاجه اكبر من قدرتنا، طب نعمل ايه؟ كسر الفايبر الضعيف وابدا كون فايبر اقوى. نفس الكلام بيحصل مع المخ لما بيتعود على الضغوط، المخ لما بيتعود على قوه التحمل بيبدا يسيستم اموره ان خلي بالك احنا نعرف نتعامل مع طلعه الاسترس، بنعرف نتعامل مع زياده الضغط، نعرف نهندله، بنعرف نهندله. تمام. والنقطه حلوة الاساسيه حلو قوي قوي يعني حتى المخ زي العضلات طبعا في التعامل في استقباله للضغوط والكلام ده كله بيتمرن. بيتمرن. وعشان كده احنا دايما بنقول للناس ابدا الحاجه بشكل صغير وثابت دايم، ده اهم نقطه. بعد كده اعلى تدريجيا. يعني مفيش حاجه اسمها انا عايز مثلا بقالي مده ما بذاكرش خالص، مثلا زي عندنا كده اما واحد يجي يذاكر ماستر مثلا بقاله 2 3 مثلا ما عادش المذاكره اللي هي المذاكره يقرا وكده بس، لا انا هظبط نفسي مثلا ساعه او 2 كل يوم اقعد اذاكرهم. الاول التزم بيهم كل يوم، بعد كده يبدا المخ يقل التملل بتاعه. انت قاعد على الكتاب، انت قاعد كده تلاقي مخك يقول لك ما تفتح الفيسبوك شويه، ما تقوم تتفرج على فيلم، ما تسيبك يا عم الجو بتاع الامتحان لسه عليه شهرين، هنزنق نفسنا اخر يومين وهنجيب. لا، تكون العادات في حد ذاته مهم جدا، لان لما انت بتعود مخك انك انت ملزم تعمل حاجات معينه صغيره، يبدا بعد كده المخ يعمل فكره ان انا بتحكم في افعالي. يعني مش كل حاجه بتيجي قدامي يلا ما اجرب، ما استنى اجلها. يعني انت مثلا انا كل يوم او مثلا يوم ويوم هلعب مثلا من الساعه 8 ل 9 مثلا رياضه، فانت مثلا مخك النهارده حاسس بتملك كده ومش عايز تنزل وبتاع، لا انا هنزل. تمام. انت بدات تتكون كده وصلات عصبيه ان حضرتك مش كل حاجه احنا عاوزينها بنعملها، لان انت ممكن تبقاش عاوز وانا بس انا عاوز ده في مصلحتي انا. تمام. واحد مثلا عاوز يعود نفسه على الصلاه مثلا الفجر، فصلاه الفجر يبقى في وسط النوم. طيب لا انا حضرتك مثلا لو تعود نفسه مثلا ان انا مفيش حاجه انا بلزم نفسي بيها، هيبقى صعب ان هو يقول وسط النوم كده قوم صلي وارجع نام تاني، لا مش هعملها اصلا. تمام. انما انا بلزم نفسي بحاجات صغيره. ففكره الرياضه في حد ذاتها ان هي اولا بتحط الشخص تحت ستريس طبيعي، بتظبط تظبيط هرمونات الجسم، بتظبط المستقبلات نفسها، بتاثر على فكره على المستقبلات كلها، على مثلا الانسولين، على الحاجات اللي ليها علاقه بالضغط، على الحاجات اللي ليها علاقه بتنظيم العضلات، تنظيم تدفق الدم، تنظيم عضله القلب. يعني مثلا الناس اللي هم بيبقوا في الماراثون والرياضه مثلا لفترات طويله جدا، عضله القلب بتاعتهم بتكبر ولكن بالشكل الطبيعي.
يعني الضخه نفسها بتطلع عدد اكبر من الدم نفسها، الهارت ريت او بتاع الكم نفسه بتاع الدم بتاع الرياضيين بيبقى اقل. بيبقى اقل. كل ما تبقى رياضي اكتر كل ما الهارت ريت بتاعك ينزل لتحت ال50 كمان عادي، صح؟ فليه؟ لان هو الضخه اللي بيطلعها دي دلوقتي بيطلع كم اكبر من الدم. ليه؟ لان هو الجسم دلوقتي احنا حضرتك ما ينفعش تقعد تجري لي ده كله تمام وانت قاعد تطلع شويه دول، انا لا محتاج اكبر من كده. طيب العضله مثلا عايزه تظبط امورها، لا انا دلوقتي محتاجه ان الشرايين اللي بتوصل لي يبقى ليها سيستم معين. طب انا محتاج الشعرات الدمويه نفسها تبقى بتهضم بشكل معين وبتوصل اكسجين بشكل معين، بتوصل ايه بشكل معين. الرئه نفسها مثلا تلاقي ناس بتلعب سباحه تلاقي القفص الصدري بتاعهم اعرض شويه من غيرهم، رغم انهم مش مثلا بيلعب بقى كتف وبتاع، بس تحريك العضلات اصلا لها علاقه بالكتف. فكره ان الشيست نفسه الجسم بيتكيف مع اي مجهود بيعمله. ايوه، وبالتالي فكره الرياضه اصلا ضروريه جدا. يعني انا صراحه مثلا انا من الناس اللي هو في الرياضه كان اهلي ايه خاف عليه بلاش هيتعود مش عارف ايه ده بيذاكر كتير، طب بلاش نبوظه بالرياضه والكلام من ده. ففرق مثلا اخويا مثلا الكبير كان بيلعب كل انواع الرياضه، ففي فرق في الجسم. انا بقى بدات ايه من بعد بقى الكليه لسه بجرب حظي كده تمام. فكان ده ما انت شفتني بقى وقتها ايه. يعني مثلا انا اتذكر كويس انا لما بدات رياضه كان وزني 64 كيلو. يعني فالكابتن كده هو بيعمل لي اللي هو مش هحطنا على الجهاز والبي ام اي بتاعك، قال لي الدهون كلها اللي عندك ماسكه بعضها هي كيلو. يعني انت ده كريستيانو ما عملته؟ لا انا مش رياضه، انا ما اعملش رياضه خالص، فده مأثر عليا. وعلى فكره التركيز نفسه، ما هو دلوقتي التركيز ده بيجي ازاي؟ ما في اكسجين بيوصل، في دم بيوصل للمخ، في حاجات كتيره بتتظبط. فالتركيز برضو بيقل عند الناس اللي ما بتمارس رياضه خالص. عضلات رجلك دي في حد ذاتها مثلا تلاقي الناس، احنا كنت لسه بتكلم معاك قبل ما نبدا ان احنا من بعد ال40 بنفقد نص كيلو من الكتله العضليه نفسها سنويا. فانت متخيل مثلا من ال40 ل60 بتفقد 10 كيلو عضل، ده رقم كبير جدا الناس مش متخيله، ده رقم ضخم. يعني انت اصلا لما تيجي تقيس وزنك تلاقي شويه ميه كتير شويه دهون شويه، لا ده انت العضله دي بتقل وبيحل محلها الدهون. فتيجي الكوبايه الميه اللي انت بتشيلها دي كده تمام، لا انا اصلا العضله معظمها دهون، ما عادش فيه العضله نفسها مش موجوده. فدي طبعا تفرق كتير جدا كمان مع الناس الكبيره في السن. مستويات التستوستيرون بتقل فبيحصل فقد عضله، بيقولوا عليها سكوربيا تقريبا الحاله دي يعني. فاحنا بنحافظ عليها دايما. يعني احنا دايما بنوجه الناس ليها بان هم يلعبوا تمارين المقاومه. تمارين المقاومه اللي هو سواء بقى يلعب بوزنه او بوزن الجسم تمام. او يروح الجيم او يلعب على اجهزه، دي بتحافظ كتير على الكتله العضليه وبتخلي يعني بتحميله المفاصل بتاعته، بتحميه من اعراض الشيخوخه المبكره يعني. فهو يعني الكلام فعلا سبحان الله مكمل بعضه. بس هي كانت بالنسبة لي يعني تشبيه قوي جدا، حوار ان المخ نفسه مع بسبب الرياضة بيبقى اقوى زي العضلات. لان هو انت فسرتها تفسير انا اول مرة بجد يعني يجي في بالي، بسبب ان هو انت بتحطه تحت الضغط الطبيعي بتاعه، فهو بيتكيف على الهرمونات اللي بتطلع في الاوقات بتاعت الضغط. فبعد كده لما بيمر باي ضغط بيكون الموضوع بالنسبة له اهدى. احنا السلوجان بتاعنا في الشركه بنقول اكتشف معانا احسن نسخه من نفسك. فهو حرفيا كده باللي انت بتقوله من وجهه نظر طبيه هو صحيح 100% يعني. ده كمان غير الجزء النفسي في الاستمرار على عاده معينه، دي مهمه جدا. انك انا ملزم ان انا اعمل كذا عشان انا شايف ان ده احسن لي. وده برضو في وسط الكلام اللي هو فكره ان انا بفقد الشغف. انت مش كل حاجه لازم تعملها يبقى عندك شغف ليها اصلا. يعني ممكن انزل العب رياضه النهارده وانا مش نفسي العب رياضه، انا نازل العب وحاسس ان انا هبطان شويه، حاسس ان انا ممكن ابقى عندي ملل، بس انا هلزم نفسي ان انا هعمل ده. ده برضه بيبدا يبني جوانا حاجات ان خلي بالك انت ملزم تعمل ده حتى لو انت مالكش نفس. انا كده على فكره، انا كده يعني ممكن الدنيا يعني في مطر في برق في رعد في بص اليوم مضغوط ايا كان اللي بيحصل، بحضر لبطوله وزني زايد مش عارف اظبط اكلي، انا هروح الجيم. وفعلا لما ما بروحش انا بتعب نفسيا جدا، بحس ان اليوم فيه حاجه غلط بجد. عايز اقول لك ان بيبقى اسوأ يوم في الاسبوع لو مثلا قعدت يومين ورا بعض راحه. الموضوع بقى بالنسبه لي ارتباط بالاحساس اللي بحسه نتيجه التمرين. انا مدمن المشاعر دي، بحب احس المشاعر دي، وبحس ان اليوم نفسه مش مظبوط بسبب حاجه زي دي. واللي انت بتقوله دلوقتي هو بيفسرها بشكل واضح يعني. وكمان على فكره الرياضه بتفرق زي ما قلنا في تدفق الدم نفسه، بتفرق في حته مضادات الاكسده، ودي نقطه مهمه. انت دلوقتي قاعد بتعمل عمليه بشكل منتظم والعمليه دي بتكسر وبتبني، فمضادات الاكسده تقدر تطلع بشكل معين، يبدا الجسم حتى مناعته تتغير مع الرياضه. كمان يعني فكره الرياضه الاهم فيها دايما اللي انا بقوله
انت ابني عاده صغيره، والعاده الصغيره دي كبر عليها. انا ملزم اعمل حاجه معينه ايا كانت هي ايه الحاجه دي، انا بعملها، والحاجه ديت هي انا عارف كويس ان هي دلوقتي ما بتجيبليش نتيجه كويسه. لان انت مثلا اول ايام الجيم بتعمل ايه؟ هبطان نايم في السرير، تيجي تقوم تلعب بطن مثلا، فيجي حد يصحيك من النوم، تيجي تقوم تلاقي بطنك، تقول لا طب انا هرجع انام تاني تمام، مش قادر اطلع مثلا. فتلاقي مثلا على المدى البعيد ايه اللي بيحصل؟ بدات عضلتي تتظبط، بدا لبسي نفسه يتظبط، فابدا ابقى مبسوط. دي بقى نقطه مهمه جدا عكس اصلا سيستم المخ. المخ متعود ان هو الاهم ليه هو الحاجه اللي احصل عليها دلوقتي. يعني اذاكر ولا اقعد على الفيسبوك؟ لا، اقعد على الفيسبوك. ليه؟ لانه هيطلع دوبامين دلوقتي، هيظبط الدوبامين حالا. انت تكتب البوست مثلا، فده يبدا الناس تعلق عليه، او الناس مش عارف كده تشاركك ولايكات وكذا، تلاقي نفسك مبسوط انما مثلا المذاكره دي بعد 3 شهور لسه هتجيب يعني تخش الامتحان، وبعد شهر ولا حاجه عشان تظهر النتيجه. لا، انا مش عايز الكلام ده، انا عايز عايز دوبامين حاجه حالا. دلوقتي حالا. تمام. اه. فطبعا ده بيبقى فرق كبير، فكره ان انا بتعود ان انا بعمل حاجه، الحاجه دي بتجيب لي نتيجه طويله المدى. لان المخ فعلا لما تيجي مثلا واحد، ليه الناس مثلا كتير تعرف تذاكر قوي وناس تعرف تذاكر اصلا؟ جزء رئيسي منها ان هو الشخص متعود، انا دلوقتي في اللحظه اللي انا فيها ديت ممكن اعمل حاجه المهم متعود عليها بالنفع بعد سنه او 2 او 3. وانا في اولى طب بذاكر وعايز اجيب درجه كويسه السنه دي، تمام، عشان لما اجي اتخرج بعد 6 سنين يبقى عندي هدف اعرف اعمله كويس مثلا، او انا اكون اشطر، او ان انا اعرف اشتغل في مكان افضل، وهكذا. فالمخ ما بيحبش اصلا كده، المخ بيتملل من الحاجات اللي زي كده. المخ بيحب الحاجه تبقى دلوقتي، اعمل حاجه هات دلوقتي نتيجه. الرياضه بتعمل الحاجتين بشكل ما، انك انت وقتها بتحس ان مزاجك احسن شويه، وكمان تلاقي على المدى البعيد في تغيير. يعني مش لازم العضله اللي بتشيل عليها النهارده هتكبر النهارده، تلاقي الناس كلها طبعا اول وهي لسه شايله الحديد فتبقى العضله شاده فيصورها، ما هي طبيعي انها تكون شد، بس هو يبدا يلاحظ ان لا بعد شهرين 3 جسمي فرد مثلا، تمام، اللبس بقى شكله احسن عليا، ما عادش انا ماشي عامل كده، ده لا انا ماشي عامل كده، انا في هدوم انا كنت كل ما اجي البسها الاقي شكلها وحش عليا، بقى شكلها احلى عليا. فعودته ان انت حضرتك الحاجه اللي بتعملها مش لازم يكون اثرها دلوقتي. لان المخ لما انت تيجي تذاكر يعمل لك ايه؟ على طول افتح الفيسبوك، تشوف على الفيلم ده على فكره ممكن يكون نزل منه جزء، انت لسه ما شفتش المسلسل ده نزل بقيته. لا، مش ده المهم دلوقتي، انا المهم ان انا ده هيفيدني على المدى البعيد ازاي. ادمان الدوبامين. وده اللي بنسميه دوبامين ديتوكس. يعني احنا من الحاجات اللي بنعود الناس عليها انك انت مش لازم كل حاجه لما تبقى عايزها دلوقتي مخك يقول لك اعملها يلا تعملها. الدوبامين اللي هو، وده العصر اللي احنا فيه اصلا، العصر كله يعني الفيسبوك متظبط والتيك توك وكل البرامج ديت، انا ازاي اخلي الشخص قاعد اطول فتره ممكنه على البرامج دي؟ ليه؟ لان طول ما انت قاعد انا بكسب فلوس، انا كشركه بكسب فلوس. كنت شفت دوكيومنتري عن الموضوع ده، ان الشركات بتشتغل على اليوزر اكسبيرينس، ان هو ازاي فعلا يعمل تريكات معينه في الابليكيشن تخليه طول الوقت ماسك الابليكيشن فاتحه. يعني كان منها مثلا الحركه بتاعه السكرول اللي تحت دي، فتعمل لودنج، فانت يجي في دماغك انك هتشوف تاني، هتشوف اكتر، هتشوف اكتر، فكل ما يظهر لك حاجه تقوم عامل كده، تقوم ظهر لك اكتر. انت فاهم الفكره؟ فالموضوع فعلا انا شايف ان التركيبه بتاعت كل حاجه اتغيرت بسبب الايقاع السريع، ان كل حاجه عايزه تتعمل بسرعه. الوفره في كل حاجه خلت الناس مشتته، مش عارفه اصلا. يعني اقول لك على حاجه، حتى فكره ان العلم وكل حاجه بقت متاحه، والمصادر كتير، وتقدر ان انت توصل لكل حاجه دلوقتي في جزء بسيط من الثانيه، بتخليك انت اصلا ما تش عارف ابدا منين. فالموضوع محتاج فعلا مجهود مرعب منك ومن الناس اللي شغاله في القصه بتاعه التاهيل النفسي والكلام اللي زي كده، لان فعلا انا شايف الموج عالي قوي على الناس. يعني بصراحه الموضوع صعب، وانا بصراحه خايف على اولادي، يعني اللي بيكبروا دلوقتي ما اعرفش الشركات بتجهز لهم ايه ولا بيحضروا لهم ايه. يعني مثلا من الحاجات تيك توك دلوقتي هو ليه برنامج رقم 1 في العالم؟ لان اللوغاريتمات بتاعته مش بس زي الفيسبوك ان انا اسمع سعيد بيتكلم في ايه، سعيد جاب سيره عربيه فجيب له حاجات تخص عربيات، بيتكلم عن ميسي فجيب له فيديوهات ميسي، ولا ده انا بقعد احلل كل بيانات يومه واشوف ايه اللي سعيد ما شافوش قبل كده ممكن يحبه لو شافه.
عشان كده هو برنامج رقم 1. انت مش بس الحاجات، يعني مثلا ايه، انا النهارده بتفرج على الارجنتين وميسي فاز فبدات تجيب سيرته وبتاع، فيقعد يجيب لي شويه فيديو على ميسي، فيديو على ميسي. ده الفيسبوك. لا، التيك توك مش كده. والله واضح ان مثلا سعيد ده بيحب الكوره، تمام، وبيحب الرياضه وبيحب الناس الحريفه، انا هجيب له فيديوهات بقى عن اللعيبه بتاعت البرازيل في الدوري البرازيلي. فايه ده، يبدا يشوف حاجات جديده ويقعد بقى يبدا مثلا يقلب بيانات كتير. فبالتالي ديت حاجه مرعبه، دي فكره حاجه مرعبه جدا. ان فكره انا في برنامج قاعد معايا، البرنامج ده بيحلل انا ايه اللي ممكن احبه وايه اللي ممكن ما احبوش، عشان اعطلك واخليك تفضل قاعد جوه الابليكيشن. طب في روتين منك مقترح؟ يعني انا عارف ان احنا عمالين نروح يمين في شمال بس هو احنا قلنا يعني هي فضفضه يعني. هل في روتين مقترح للناس في حته الموبايل بالذات، ان هو بياكل من الناس وقت طويل وبيشتت انتباه الناس اغلب الوقت؟ وفكره ان انا شخصيا بعاني من حاجه زي دي يعني. بتوصل لمرحله ان انت احيانا مش بتفقد قيمه الاستمتاع بالحاجه اللي حواليك، مش عارف تتفاعل، مش عارف تتفاعل في الواقع. فاعمل ايه يعني؟ اديني حاجه اعملها حالا انا والناس اللي طيب. بتسمعك. او في بس حاجات احنا نسينا نقولها مهمه شويه في حته الرياضه، يعني هندخلها كلها ببعضها ماشي، دلوقتي. بس حط السؤال ده في دماغك. تمام. الرياضه برضو من اهم الحاجات الاساسيه اللي فيها، ان هي بتزود تكوينات ماده معينه في الجسم. الماده ديت بتيجي مع المجهود، فلما بتتراكم الماده دي بتخلي الشخص بالليل ينام افضل. لان النوم ده على فكره عمليه مهمه جدا جدا. هقول لك بس مثال بسيط على اهميه النوم. لو انت دلوقتي نمت ال8 ساعات بتوعك، اللي بيحصل ايه؟ ان في بعض الخلايا دي بتقعد تنظف العمليات اللي تمت على مدار اليوم، وخلايا تانية تبدأ تظبط الذاكرة بتاعتك، خلايا تبدأ تحط المعلومات المهمة تحطها للذاكرة الأطول وهكذا. وجدوا ان الناس اللي بتتعود لفترات طويلة على النوم اقل، ايه اللي بيحصل بقى معهم؟ الخلايا دي تبدأ تهاجم خلايا المخ الطبيعية وليس النواتج اللي عملها المخ على مدار اليوم. طبعا دي حاجة خطر جدا، تمام. فالرياضة مثلا جزء رئيسي منها هو تظبيط النوم. السوشيال ميديا بقى جزء رئيسي منها، ما تعرفش تنام كويس. ليه بقى؟ الميلاتونين اللي بيطلع، عشان عارف انت يقول لك واحد نعسان اللي هو هيدخل في النوم، الهرمون ده بيطلع لمده قبل كده النوم كده بساعتين، يبدا يظبط الجسم انك انت هتنام. ده بيطلع بقى بناء على ايه؟ ان هو ما يشوفش اي ضوء ازرق. ايه الضوء الازرق ده؟ جميع الاجهزه الالكترونيه، تلفزيون، موبايل، تابلت، اي الحاجات دي كلها. النور اللي زي ده، النور الابيض الواضح او الشمس. الناس غالبا بتعمل ايه بالليل وهي نايم؟ بتمسك الموبايل، بتمسك الموبايل، تمام. الميلاتونين ما هوش طالع. ده بكل بساطه كده الميلاتونين مش هيطلع اصلا طول ما انت بيوصل لك ضوء ازرق. خلاص انت دلوقتي بتعمل حاجه مهمه، فانا محتاج ان الشخص ده يفضل قاعد صاحي. فالمخ هو ما يعرفش ده ليل ولا نهار، هو بيعرف الاتنين من بعض، من الضوء ده، من الشمس ومن الضلمه. هو دلوقتي مفيش ضلمه قدامه، فيبدا ينام عدد ساعات اقل. فدي جزء مثلا مهم جدا في حته الموبايلات. يعني مثلا من الجزء المقترح، ما تمسكش موبايلك قبل النوم بساعتين على الاقل. ولو مسكته له الضروره، يعني واحد فعلا شغله معتمد ان هو لازم يتابع حاجه، تنزل البرامج اللي بتمنع الضوء الازرق، انها مثلا على الاقل حاجه ساعتين. طيب، على بقى مدار اليوم كنت في فيديو كده شرحت فيه حاجه اسمها دوبامين ديتوكس. الدوبامين ده اصلا بيتعمل ازاي؟ الدوبامين ده بيطلع طلعه معينه فيخليك قاعد مش على بعضك عشان تعمل الحاجه. يعني انت قاعد بتذاكر كده، على عكس الناس بقى فاكره ان الحاجه هي اللي بتطلع دوبامين. لا، هو الدوبامين ديتوكس ده الغرض منه ان احنا نعمله عشان ما ندمنش الحاجات اللي بتطلع سعاده فوريه، ونحول مخنا ان هو ياخد الاكشن اتجاه الحاجات اللي بتجيب نتائج ايجابيه على المدى الطويل. تمام، زي صح كده؟ صح كده. تمام. طيب انا دلوقتي المخ بيطلع الدوبامين، فالدوبامين مثلا يوم اول ما يطلع تلاقي نفسك عندك الحاح انك مثلا تمسك الموبايل، انك تمسك السيجاره، انك تعمل اي حاجه. دلوقتي الجسم بطبيعته لازم يتعود على مرحله اسمها مرحله الاستقرار. يعني لو الدوبامين عالي عن الطبيعي بتاعه، انا محتاج ان انا انزله تاني للمعدل الطبيعي بتاعه. هينزل ازاي بقى بالمعدل الطبيعي بتاعه؟ بانك تمسك الحاجه اللي مخك بيقول لك اعملها دلوقتي. هو ده اللي احنا بنسميها اللي هي السعاده اللحظيه. فجزء مثلا من الدوبامين ديتوكس ان احنا بنقول للناس على الاقل انت محتاج لك يوم في الاسبوع ما تمسكش الموبايل خالص الا للضروره القصوى مثلا. ده روتين مهم على فكره. ليه؟ لان انا دلوقتي مش كل ما مخي يقول لي اعمل حاجه لازم اعملها، فبالتالي ما يبقاش مرتبط ان ال30 يوم وراح 30 يوم وال7 ايام في الاسبوع وال24 ساعه انا ممكن امسك الموبايل في اي لحظه. اول ما مخي يطلع شويه دوبامين انا ببدا اعود مخي ان لا،
اصبر، مش كل حاجه انت عاوزها انا هعملها، حتى لو حسيت بشويه قلق، حتى لو حسيت بشويه تملل. وزي ما انت قلت الوفره وفكره ان انا بشوف حاجات كتيره، انا ممكن السوشيال ميديا وانا قاعد كده في البيت يحسسك انك انت بتعمل حاجات كتيره جدا في الحياه، يحسسك انك انت ممكن بعد بكره تبقى عالم فضاء، وبعد بكره هتسافر تايلاند، وبعد بكره هتبقى عامل مش عارف ايه، وتلاقي كل الفيديوهات ازاي تجيب 20,000 جنيه وانت قاعد في البيت، و30,000 جنيه وانت قاعد في البيت، فتقول الدنيا سهله فهنعرف نعمل ده، فالحياه مش بالصعوبه اللي انا كنت متخيلها، يلا ننام وبكره ان شاء الله هشوف المواقع اللي بقول الكلام ده عليها واقوم ناسي، وارجع بقى ادخل برضه الفيسبوك يقوم مدخلني في الدايره بتاعته، والسوشيال ميديا كلها في الدايره بتاعتها. فجزء رئيسي اول حاجه انك انت محتاج على مدار الاسبوع لازم يوم يبقى انا بقطع فيه الحاجات اللي مخي رابطها بالدوبامين بتاعه، زي الموبايل مثلا. اليوم ده انت بتحاول ما بتقربش منه، تمام؟ زي انك انت بتبدا، انا النوم عندي اهم من الموبايل، فانا على الاقل في ساعتين قبل النوم، تمام، هبدا ان انا مش همسك الموبايل فيهم. في بقى حاجات تانية زي ان انا اخصص وقت، بس طبعا دي حاجه مرحله ادفانسد قوي بعد كده شويه، ان انا لا اخصص اوقات للسوشيال ميديا، اخصص اوقات للنت، اخصص اوقات معينه. وعشان كده حتى هم لما لاحظوا برضو ان الناس بدات تاخد بالها ان الوقت الكتير فيه مشكله، فبدات البرامج تضحك عليك وتقول لك تعالى نظم لك انا وقتك. هتلاقي في اختيار كده في فيسبوك يقول لك تعالى في الجزء الفلاني حدد الوقت اللي تعوضه واحنا هنديك تنبيه. فاللي بيحصل ان هو بعد ال 40 دقيقه اللي انت حددتهم ولا الساعه ولا الساعتين تقعد ديسمس ومكمل خلاص وشكرا، تمام. فهم برضو شوف بيعملوا حساب لادق التفاصيل ازاي. هنقول لك احنا بس خليك انت بس والله انا هنظم لك وقتك. طب بص اقفل لك نوتيفيكيشن، هقفل لك مش عارف اشعارات، هعمل لك كذا كذا كذا، طيب تمام جدا خلاص. بعد مش شويه يقوم قايل لك طب خلاص انت جيت الساعتين، فانت قعدت الساعتين بقى خلاص، فيلا قد مخك يلا نكمل يا عادي يعني، هو اليوم ضاع بكره عادي، اليوم ضاع ونبدا من بكره وهكذا. فالسوشيال ميديا انا بوجهه نظري محتاجين على الاقل يوم في الاسبوع نفصل منها شويه، محتاجين على الاقل وقت قبل النوم تبدا تقلل استخدامه. ولو انت عايز تستخدمه انت ممكن على فكره السوشيال ميديا تستخدمها الاستخدام المفيد ليك. يعني انا مثلا بلاحظ ان في ناس كتيره بتيجي في العيادات تقوم قايله والله في ناس كتيره مش شاطرين وما بيعرفوش يشتغلوا، وبس السوشيال ميديا هي اللي ملمعهم. تمام يا سيدي، انا طب اعمل شغل كويس، تمام، ولمع نفسك في نفس الوقت. يعني الموضوع مش حاجه عكس بعض. يعني مش معنى انا مثلا دكتور مثلا بيكتب على السوشيال ميديا، صلاح عنده شركه فبيروج ليها على السوشيال ميديا، ان معنى كده الشركه ما بتعملش حاجه. اصل الشركه في الاول وفي الاخر ايه اللي هيحصل؟ سعيد هيجي يشترك عند كابتن صلاح هيكشفك، تمام، هيعرف والله الكلام اللي هو بيقوله ده على ارض الواقع فادني في حياتي ولا ما فادنيش خلاص انا مش هعمله. بس يبقى الشركه دي والله اقول لزمايلي لا انا جربت، على فكره حد جاي ده بيعمل حاجات فظيعه، لا انا جربته وما بيعملش حاجه. واحد تقول لك لا انا جربته وعمل. هو في الاول وفي الاخر انت محتاج ان العميل هو اللي بيجيب العميل، انما ده انك اصلا تزود الناس اللي هتشوفك مثلا. فبتلاقي ناس كتيره جدا هو لان هو يقول لك اصل الفيسبوك ده او السوشيال ميديا المفروض تبقى للترفيه وبس. انا مش عارف الناس اللي بتبقى قاعده دي بتكتب عن شغلها وبيصور اماكن شغله وبيقول انا عملت كذا وبيصور الحاجات اللي افاد بيها الناس والناس ارائهم ايه الجو الرخيص ده وده مش مكانه. لا هو اصلا ده مكان. هو السوشيال ميديا اصلا بتكسب فلوس منين؟ من الاعلانات. يعني هو الموقع عايزك تقعد كتير ليه؟ انت بتقابل ناس لسه بتعترض على الفكره دي اصلا؟ يا كتير بجد والله. والله كتير، انا مش مستوعب. لا ده كتير جدا. لان هو بتكلم عن الناس العاديه بقى اللي هي اليوزر العادي اللي هو بيبقى فاتح الفيسبوك كده وخلاص. لا مش ناس عندهم وظائف كويسه كمان، ناس يمتلكوا وظائف كويسه، بس هم شايف ان انا ليه اصلا ادخل تمام، ده ترفيه بس، ليه ادخل اعمل الكلام ده كله؟ طب وليه انا اللي بقول للناس تعالوا يا ابني؟ ده جزء من السوشيال بتاعك اصلا، جزء من انك انت بتطور نفسك. يعني انت مثلا زي ما بتعمل اعلان انك انت فتحت عياده مثلا، يعني فبتلاقي الناس ماسكين لك ورق في الشارع تديه لواحد، هو بدل ما بيديه لواحد في ايده هو لما بيقعد على الموبايل شايفه قدامه مثلا. يعني فاهمك. فدي برضو من الحاجات اللي هو السوشيال ميديا خلي بالكم يا جماعه، مش يعني فيها حاجات مفيده جدا على فكره. في ناس ممكن تستخدمها تعلي بقى دخلك بشكل ملحوظ، بدل عن الفيديوهات اللي هو تخش اللي هو 20,000 في الساعه والكلام الغريب ده. لا تقدر فعلا. عايز اقول لك ان انا من فتره كنت برتب مع واحد زميلي نعمل حاجه اسمها اشراف، يعني نقعد مع زمايلنا من الاخصائيين والاطباء ونشوف اللي هو نراجع الحالات مع بعض. دخلت على شات جي بي تي قلت له اعمل اشراف كويس ازاي. جاب لي ستيبس واضحه قوي، هتعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، ولو عايز تعمل اشراف على الطب تعمل 1 2. جاب لي بالظبط 24 خطوه واضحين، وتظبط ازاي الحاله والشيت يتكتب ازاي ويتبعت ازاي على الايميلات، وجاب لي كل حاجه.
يعني بتتكلم ان توظيف التكنولوجيا لو استخدمناه صح ده واستخدامنا صح ممكن يخلي حياتنا بالكامل للاحسن، مش يعطلنا. ايوه يعني هي في حد ذاتها مش شيطان. اه طبعا انت اللي بتحدد باستخدامك ليها اذا كانت هتفيدك ولا هتضرك، زيها زي اي تمام. حاجه يعني. صح فاهمك. بس هي الفكره بقى من كتر ما الواحد اصلا في زون ان انا بقالي سنين بستخدم السوشيال ميديا للتسويق ولمتابعه شغلي، انا اصلا بشتكي لك ان هي معطلاني من كتر ما بتابع شغلي. فاهم دماغي؟ فمش مستوعب ان لسه في ناس معترضه على المنطق ده اصلا، انك انت ازاي تستخدمها لفكره الشغل يعني. ده بيرجعني لحاجه مهمه، ان دايما الاساسيات في اي حاجه، الاساسيات في اي حاجه دايما بتحتاج اعاده تدوير. بمعنى في المحتوى اللي انا بقدمه مثلا، لما باجي مثلا محتوى اقدم ايه علميا، فتلاقي كل الزمايل اللي في الوسط بيروحوا لحاجات معقده ادفانسد قوي. لا انا بحس من جوايا لا، انا محتاج اتكلم تاني الشوفان للضخامه ولا للتخسيس، لان الناس محتاجه في جيل جديد لسه بيطلع، ده عميل محتمل كمان 6-7 سنين. انت فاهم ازاي؟ فانا هبدا معاه من الاول، احكي له كل حاجه تاني، المعلومه يتعاد تدويرها. تمام. زي اللي انت قلته ده دلوقتي، هي حاجه انا بالنسبه لي مش شايف انها بيزك، بس فعلا في ناس لسه مش مدركه ان ممكن عن طريق السوشيال ميديا والاستخدام الصح ليها، بدل ما هي تعطلهم تخلي الدخل بتاعهم في 10 كمان. اه طبعا تفرق كتير جدا. والفكره كلها انك انت لما بتتعود على حاجه في اطار معين ممكن ما تعرفش تخرجها من الاطار ده. يعني انا السوشيال ميديا دي بالنسبه لي فيديوهات بس اتفرج على ده واشوف ده بيعمل ايه جميل ومين قوي اتجوز ومين كذا. فانا ارتبطت عندي ان ده السوشيال ميديا هي دي ترفيه. وظيفتها. لا مش بس الترفيه، في برضه ناس بتستخدمها استخدامات غريبه كده، اللي هو يعني ممكن تلاقي مثلا تلاقي واحد صاحبك كده اكيد انت بتقابل ده مثلا، اللي هو مختفي ما بيكتبش اي حاجه ولا بيعلق على اي حد، مثلا فتيجي تقعد معاه يقول لك على فكره فلان اتجوز وفلان خطب وفلان اتخرج وفلان كذا. يعني في ناس بتعمل كانه ابحاث استقصائيه على الناس أيوة لا أيوة. السوشيال ميديا ليها وظيفه مهمه جدا في حياتنا دلوقتي وليها ضرر. فانت شوف انت هتستخدمها في اي اتجاه. لو انت عايز تستخدمها في الجانب اللي هيفيدك هيفيدك، لو انت عايز تطور من نفسك. ابسط حاجه، هو انا اصلا يعني متواصل مع بعض اغلب الوقت ازاي؟ ما السوشيال ميديا. صح تمام. صح الحقيقه. تمام. شفتك مثلا مره في الجيم، تمام، فبعد كده كلمتك مش عارف ايه، اتقابلنا مره تانية عرفنا بعض مثلا يعني. فالسوشيال ميديا برضه تستخدم لتقويه المعارف مش للخناقات. الناس برضو تحب تجادل قوي في الحاجات اللي هم بيتجادلوا فيها. تلاقي واحد مثلا كاتب رأي هو مقتنع بيه، تلاقي واحد يوم داخل معاه شتمه، مش معلق له، شتمه. اول حاجه شتمه، وبعد كده انت حمار، وبعد كده بقى قايل له ايه الصح ايه. بس لازم يتعاقب. لازم يعاقبه بمنتهى القسوه الاول. تمام. فبتلاقي مثلا بدل ما الناس بتستخدمه عشان يزود معارفهم اللي هي الكونكشن، يعني في اي دوله في العالم بنسميها كده التواصل لا، انا داخل اتخانق، داخل افرض وجهة نظر الدينية والثقافية والسياسية او كذا، والناس لازم تعتقد باللي انا بقوله. فده برضو دخل مثلا السوشيال ميديا، ضيع وقت كتير، اجهد نفسه بجد، خلى نفسه علاقات كتير تتكسر منه وهو على الارض، ويطلع على اخر اليوم هو كمان بقى محمل اصلا طاقة سلبية. طاقة سلبية. ده غير طاقة سلبية، هو فعلا مضغوط. لان خلي بالك المخ بيتعامل مع الضغوط ازاي. انت اللي بتقوله ده يمثل ليه ضغط ولا لا؟ انت وراك امتحان، فانا بقول لمخي انا هسقط، فمخك بيتعامل على اساس ان انت هتسقط، وماذا بعد السقوط، ومنظرك قدام الناس بعد السقوط، ووالدك هيقول لك ايه بعد السقوط، وشكلك قدام الناس، وحاجات كتيره كده اللي تقوله لمخك. مخك بيعتقده على طول. مخك هو مش هو اللي بيحلك الامور لوحده. في حاجه اسمها انا بفكر ازاي، انا بشوف الامور ازاي. فدي برضو من النقط المهمه الناس تاخدش بالها منها. لا، انت حسب توجيهك لمخك، حسب ما مخك هيمشي وراك، او انك تسيب مخك هو بقى اللي يمشي. يعني هو بقى ايه اللي يقعد يحلل لوحده ويوديك ورا الشمس في حتة تانية، ويوديك مش عارف كذا، ويلا نتخانق مع ده، ويلا كذا ويلا كذا، ونعمل انتصارات وهمية، وانا الحمد لله النهارده فرضت سطوتي على الناس كلها، وتيجي في الاخر تلاقي نفسك محمل بطاقة سلبية. انا كنت بتخانق فعلا على السوشيال ميديا. انا بحس بصراحة يعني انا بقالي انا يعني مش فاهم طب نفسي ولا حاجة، بس انا بقول لك انا بعمل ايه. انا بحس الناس كلها شايلة زبالة مع كامل احترامي، وكل واحد عايز يرمي زبالته على التاني يعني. بكلمك جد. فاللي هو ايه، على قدر الامكان بحاول لما بشوف تعليق سلبي اتعامل مع الموضوع ان لا انت مش انا هرد بس من منطلق البيزنس، ان انا اوضح وجهة نظر معينة لو بتنتقد شغلي، انما الموضوع مش هيبقى مؤثر ليا نفسيا. وبعتبر ان الشخص اللي بيعلق التعليق ده طفل مثلا او حد صغير، يعني اصلا كلام المفروض ما يزعلنيش، لان زمان كنت
كنت بتعب جدا. كان ما على ممكن حسب استقبالك ليه. يعني في 2014 2015 في بدايه ما بدات اطلع، وكانت الناس بتبدا تنتقدني وتهاجمني بسبب المحتوى اللي كنت بنزله، او ما كانش في حاجه خارجه، بس بتكلم ان انا بتفاعل كتير، فاللي بيتفاعل كتير بيقابله ناس كتير، واسهل حاجه الشتيمه، او مثلا ان حد يديك نقد قاسي او انا يصنفك شرير. فاكر كويس جدا الصوره اللي انت كنت نزلتها قبل كده لما انا عايز اعمل برنامج وكم التريقه. اللي هو الراجل ده يعني ايه عايش في مصر، وبدل ما يروح للشركه اللي يدفع لها مش عارف كام اي الف ترينر. دولار ايوه كله أيوة. قاعد يهاجم. اللي هو فكره طب ما انا يا جماعه يعني ما هو اكيد، ما هو لو انا عندي بدايه المشروع اصلا من المبلغ ده كله انا ممكن اصلا ما ابقاش محتاج استثمر مثلا. يعني لو عايز اجيب 20 30 الف دولار مثلا ادفعهم للشركه عشان بس تعمل لي برنامج مثلا، بس كده ما مش اي حاجه. فالناس تقول لك لا انت كده بتستعبط، انت مش عارف ايه، شوف الناس نايمه، شوف الناس في مصر بتفكر ازاي، شوف كذا شوف مع ان كذا. الموضوع عادي يعني يعني ما حتى اصلا يعني خليني انا بقول معلومه غلط. هي حاجه انا بتكلم عن قرار شراء ما كانش له فعلا مبرر يعني شفت الهجوم ده وقتها على اي ترينر وقرار ان احنا نعمل الشركه والكلام ده كله، هي الحياه كلها كده. فبقيت بستقبل الموضوع بشكل مختلف، يعني الواحد بقى الى حد ما عنده مناعه بسبب شويه تنظيم افكار بس. ان دول شويه عيال ما مش ده بقى اللي احنا قلناه، الاسترس انت تعرضت له في الاول. فمخك بدا يقول لك خلي بالك احنا لو فضلنا نضغط من كل واحد بيعلق انت كده هتروح في داهيه. لا احنا محتاجين نتعامل مع ده ازاي، نشوفه ازاي. مثلا يعني زي ما كنت قلت لك في الاول خالص، ممكن تبقى مشكله صغيره قد كده تكبر. ليه؟ انت مثلا انا من كتر التعرض للانتقادات على الفيسبوك انا ما بقتش اصلا قادر اتحمل ده، تمام، لان انا ما اتعودش على ده قبل كده مثلا يعني. فيبدا مثلا المعالج يوضح لك انت ازاي تستقبل الامر ده بشكل ما يخليش في ضغط شديد جدا عليك، تمام. فانت عملت كده بقى مع نفسك، اللي هو مخك بدا اللي هو خلي بالك احد الحاجات اللي بتشكلنا ضغط دلوقتي في ستريس علينا بسبب تعليقات الناس، بسبب الضغط عليك، بسبب الشتيمه، بسبب كذا. فتبدا تقول مثلا لا انا دلوقتي بدات افهم ان طبيعي جدا الناس تختلف اصلا معايا، وفي ناس طبعا لازم تشتم حتى لو هي مش فاهمه انا بقدم ايه، وفي ناس ممكن تبقى معترضه لمجرد ان انا بعمل حاجه هو مش عارف يعملها. على فكره في ناس هتبقى معترضه لانه فاكر ان الامور محتاجه مجهودات ضخمه، ولو انا ما عملتش المجهودات الضخمه ديت يبقى انا مش عارف اعمل حاجه، فيبدا يبرر نفسه ان هو مش قادر يعمل حاجه وهكذا. فلما الواحد يبدا يفهم والناس بتفكر مثلا ازاي، فتلاقي واحد بعد كده يشتمك مثلا ايه اللي انت بتعمله ده، وايه الهري ده، وايه الكلام اللي تقوله ده، انت جبته منين اصلا؟ مش تمام، اوكي عادي ما فيش اي مشكله. يعني في مره انا كاتب بوست مثلا عن الشابو وتاثيره وازاي ممكن شخص يقتل بسببه، فواحد داخل لي كده كل ما حضرتك بتقوله ده غلط. ماشي شكرا، ماشي خلاص تمام. يعني لو عندك معلومه صح قولها، ما عندكش اي تمام. يعني تلاقي ودي تخش مثلا على بروفايله مثلا تلاقيه مالوش علاقه لا بالطب ولا بالادمان ولا بالمجال ده كله. طب انت عارف منين ان هي غلط؟ طب ليه ما قلتش ان في معلومه تانية؟ يعني دي حاجه بشوفها بعينيا، مش بس فكره كتب، دي بشوفها بعيني. فيقول لك لا كل المعلومات اللي بتقولها دي غلط، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني تلاقي ناس كده داخله مثلا كده، على فكره الكلام ده مش ما بيحصلش. تيجي مثلا تتكلم عن الاكتئاب، ما فيش حاجه اسمها اكتئاب اصلا مبدئيا كده، ما فيش حاجه اسمها اكتئاب. الكلام ده كله كلام من الغرب ومنقول وهكذا. فلا فيها يا جماعه. بس انا بقى لو كنت في الاول ايه ده، هو الناس ازاي تفكر كده، هو الناس ليه، هو مش الواحد المفروض ان هو بيعمل حاجه دي عشان يساعد، عشان الناس تفهم، عشان الناس يبقى عندها وعي اكتر، المفروض الناس تقدر اكتر من كده. بعد كده لا، بعد كده مش لازم الناس كلها تقدر على فكره، عادي. وممكن حد يشتمك على فكره، وممكن حد يغلط فيه، وممكن حد يقول انت بتعمل كده عشان شهرتك، عادي. تبدا بقى تسيستم مخك بشكل مختلف. فنفس الكومنت اللي كان يسبب لك ازمه دلوقتي ما عادش يسبب لك، ما عادش فارق. وبعدين احنا احيانا لا شعوري كده بنعمل حاجه كلنا مهما كنا ناضجين نفسيا، بنحط نفسنا على طول في موضع تقييم الناس، تقييم المسطره. انا ده مسطره انا جاي بقيس لك على كل حاجه. لا يعني مثلا بتنزل صوره البروفايل او صوره معينه، وتقعد بقى ايه كل شويه عايز تشوف كام واحد عمل لك لايك، وتفتح وتشوف كام واحد عمل لك رياكت، وتشوف هي عجبت الناس ولا لا، طب هي حلو الرد الفعل كويس ولا لا. وبالنسبه للبنات الصغيرين شويه في السن تلاقيها هي اتصورت صوره وبعدين لا بس انا هعمل فلتر، ترفع نفسها، مش عارف تعمل كذا كذا، وترفع الصوره وتشوف التعليقات، عايزه قبول من المجتمع، مستنيه ان الناس تقول لها انت كويسه او انت حلوه، او مش حاجه يعني، مش حاجه مش حاجه وحشه. ولو حد علق لها تعليق سلبي ممكن تتدمر يعني نفسيا، ممكن تقوم مسح الصوره. انت فاهم قصدي؟ فالموضوع رغم ان هو بسيط تحسه ابلكيشن، بس انت مش متخيل مدى العطله اللي هو عاملها مع ناس كتير، مدى التاثير السلبي
اخر اليوم بسبب الجدالات، مدى التاثير السلبي بسبب المقارنات والصوره الوهميه اللي بتتصدر، الاصول للحياه وان ازاي المفروض تعيش، واخيرا مدى التاثير السلبي ان انا بقيت رابط نفسي ان انا عايز المجتمع يقبلني او عايز مشاعر ايجابيه، فبضطر ان انا اختار الطريق السهل، اخلي صورتي شكلها احلى او اتصور في لقطه معينه فيك او حاجه زي كده عشان الناس تعمل لي لايك. وده الدوبامين السريع. هو ده بسرعه. انا عايز دلوقتي حالا انزل الصوره وانزلها بس ازاي، فرحني حالا واقيس، وبعد كده ده اللي جاب لاف اكتر، ده اللي جاب لايك اكتر، لا ده اللي جاب رياكتات كلها اكتر، ده اللي مش عارف ايه. انا عايز اقول لك ان مثلا دوله زي النرويج على ما اتذكر كانت عامله قانون من فتره وبسن بشكل رسمي، اي ممثل او ممثله او موديل هينزل صورته على الانستا بفلتر لازم يوضح ان الصوره بفلتر، عشان الصوره المثاليه اللي بتتخزن في جوانا كده عن الجسم وفي مخنا عن الجسم، لا مش ده الصوره المثاليه. يعني الراجل ده حاطط فلتر، مش فكره بس ان هو ايه كاتب اسمه، لا يكتب يوضح ان الصوره ديت على فلتر. ليه؟ لان احنا برضو فتره المراهقه زي ما انت قلت ممكن فعلا الكلمه على شكل الجسم او الوش تفرق كتير. ليه بقى؟ لان وقتها المخ تركيز الخلايا، وفي حاجه فيه عمليه كده بتحصل هجره كده في الخلايا في المخ، بيحصل هجره كده وتشفيت لوقت او لشكل كبير على المناطق اللي تهمنا بتاعه الجسم والشكل. فتلاقي مثلا البنت وهي في سن المراهقه مثلا ماشيه عادي في الشارع، فلقت مرايه عربيه، تقوم باصه فيها كده تشوف شكلها مظبوط ولا لا، تعدل الطرحه، تعدل مش عارف ايه، تعمل كذا. هو مخها دلوقتي محتاج ده مهم. كلنا كده كلنا كده. لا بس في فتره المراهقه اكتر. فمثلا لما يجي حد يقوم خابط التعليق اللي هو بالنسبه له عادي يعني، تمام، انت دمرها. انت ايه الرفع اللي انت فيه ده، ما تخني شويه، ايه التخن اللي انت فيه ده، مش عارف ايه، شكلك تخنتي ليه كده، هو انت مكتئبه، هو انت. فتبدا تبص وانا تحت عيني اسود ولا ايه، مش ايه الهات السوداء. الكلام ده طبعا مدمر، والناس طبعا بتقوم قايله الكلمه وتجري ولا في دماغه يعني، هو قالها ولا يعنيها ولا اي حاجه عادي. خبطها كده ونام ومرتاح البال، وفي واحد تاني تعبان حياته تعبت بسببها. ودي مشكله على فكره كبيره جدا، ان احنا في حاجات كتيره للاسف بقت على المشاعر برضه بسبب السوشيال ميديا. تمام. انا هحكي لك موقف حصل معانا شخصيا. زوجتي كانت كاتبه بوست كده هزار خالص، ان عملت لي فطار فانا شكرتها كتير، فبتقول ودي نصيحه مني للناس، ان لو انت ما فطرتيش جوزك وفطرتيه مره هيشكرك وبتاع، تمام كده. هي كاتبه على البروفايل بتاعها وقافله عليه عادي، فانا شيرته عندي، فحد ربنا يكرمه ما اعرفش هو مين يعني، بس دعيت عليه كتير الحمد لله، قام واخدها سكرين ومنزلها صفحات كتير شتايم فيا وفيها، واكيد جوزك ده مش راجل، واكيد انت اهلك ما ربوكيش، واكيد هو الوقت بيخونك مع مش عارف ساره السكرتاريه. اغتيال نفسي حرفيا، اغتيال نفسي. انا اتأزمت او شوف انا دكتور، انا اتأزمت كميه. في صفحه كده نشرت الكومنتات ورا بعض، اللي هو انت لو كنا تعمل ريفرش بوست كومنت ورا التاني وتعليق كلها شتايم 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 شتايم. في يا جماعه هو مش راجل ليه، وده بيخون ليه، وديت اهلها ما ربوهاش ليه، واللي يشتمها واللي كل ده بكل بساطه. هو طبعا الواحد بيكتب الكلمه وبيجري، هو مش في دماغه بيكتب، هو مش مهم ده هيحس بايه ودي هتحس بايه وهم يحسوا بايه، مش مهم. فكره الاغتيال المعنوي كده بمعنى اوضح، يعني الناس بتخبط وبتصحى من النوم داخله في صراعات، ويروح كده بالليل كده او ينام بالله على السرير كده، انا الحمد لله كده ايه يعني، اقمت الشريعه واقمت وجهه النظر الصح ووضعت الحدود وظبطت الامور، والناس كلها ملتزمه بالاخلاق بعد اللي انا عملته ده. وهو بيسب بالدين عادي يعني، هو يعني على الكذا وهو بيدافع عن الدين. انا شفت ناس بتدافع عن الدين وبتشتم يعني يا جماعه مش منطق بتسب بالدين لواحد عشان هو مش عاجبك راي الدين يعني مثلا يعني. ده برضو بيخلي الشخص اصلا عنده نزعه للعنف اكتر من الطبيعي. يعني هو شخص اصلا تلاقي الناس كتيره بقت انت بتكلمهم كلمه عاديه تلاقيه بينفجر اجريسيف. هو مش بس لانه مضغوط، لا في ناس تانية شايف ان هو عشان يحصل على حقه لازم يكون عنيف من كتر اللي هو بيشوفه، من كتر اللي هو بيشوفه فعلا. تعرف ان الحاجات دي انا بطبيعتي على طول في شغلي بقالي فترة كبيرة اللي بيحركني دلوقتي ما بقاش الحمد لله يعني، ما بقاش فكرة الفلوس، بقى فكرة ان انا بقيت بستمتع بالتأثير الإيجابي اللي الواحد بيعمله على الأرض، سواء بقى شغل، سواء حاجات ليها علاقة بقيم معينة بتحسسني ان انا ليا قيمة يعني، زي ان انا اوفر فرص شغل جديده للناس، اعمل تاثير ايجابي، اوفر خدمه جديده مثلا للناس عموما تخلي حياتهم احسن. يعني الحمد لله الموضوع كدخل بقى الحمد لله الموضوع بقى لوحده، ما عادش محتاج مني ان انا خلاص يعني. فالحاجات دي بتخلي جوايا غضب يعني، بتخلي النوايا الطيبه دي احيانا تقوم مختفيه. بحس ان
ببقى عايز اعاقب المجتمع. انت فاهم قصدي؟ حته ان الناس وحش، بقوم مجنب عقلي عنها خالص، ولا يا عم لا انت بتعامل ربنا مش عارف ايه بتاع، ان شاء الله نحاول. ده قله وعي، لا احنا المفروض نخلي الوعي اكبر، المفروض مش عارف ايه. لاني بشوف نماذج لناس بتتجلد حرفيا وهي ما تستاهلش يعني انت فاهم قصدي؟ عمليات قتل كل يوم بتحصل نفسي على السوشيال ميديا ولا حد واخد باله، وبتفضل مكمله فتره. فربنا يهدي ويصلح الحال. انت يعني طلعت حاجات كتير وخليتي فلاش باك يحصل كده المواقف كتير. انت فاهم ازاي؟ انا اتعقدت يا دكتور. فكرتني مرة كنت كاتب حاجة كده بقول إن أبو جهل نفسه لما ضرب فلانة وبدأ يستخبى وقال لي إيه، يعني مش عايز العرب يعرفوا إن أنا عملت الفعلة ديت، وإن إحنا دلوقتي ممكن واحد يضرب بنت في الشارع عادي. فلقيت واحد، شوف الموضوع ده تفهمه مثلا إزاي، يعني أنت تفهم منه إيه المروءة يعني قلت وبتاع. قام واحد داخل رد عليا قال لي يعني أنت عاجبك أبو جهل ربنا يحشرك معاه. أنت فاهم إيه يا ابني؟ في إيه؟ في إيه؟ أنت قريت إيه ولا شفت إيه ولا عملت إيه يا عم أنت؟ فلا في ما هو ده بقى اللي اسمه الاستقبال النفسي. ان انا بفهم المعلومه ازاي، بيوصل لي المعلومه ازاي. يعني مثلا انت دلوقتي انت لما بتيجي تحلم مش بتبقى شايف بعينيك، شايف بجد حاجه بتحصل. طب مش هي عينيك مقفوله؟ مراكز الادراك اللي في مخك شغال، لان احنا في الاول في الاخر مش بنشوف بعينينا ولا بنسمع بوداننا، يعني انت بتشوف بمخك وبتسمع بمخك برضو. فلو انت نفس الكلمه 30 معنى ونفس الصوره 30 معنى، ليه؟ لان انا متوقف على افكاري المسبقه عن الموضوع، افكاري عن نفسي، مشاعري وقت ما سمعت الموضوع. تمام؟ كل ده بيفرق جدا في المعلومه هتوصل في الاخر ازاي. فالناس بتقعد تخبط في بعضها وانت لا ده قصد ده ولا ده قال كذا ولا ده اصلا كان يقصد المعنى ده، وخناقات وحاجات ومجهود مهدر بالمعنى الحرفي. مجهود لو انت يعني بس عملته انك تقرا كتاب كل يوم في نفس المجهود ده، والله هتخلصه بجد يعني هتفرق. طب يعني الخلاصه يا دكتور سعيد كده، عايزين منك نصيحه في المطلق، ازاي ان انا مثلا يعني حاجه نختم بيها، ازاي ان انا يعني اخد بالي من صحتي النفسيه، وازاي ان انا اخد بالي من الحاجات اللي هي بتحصل على مدار اليوم، وبيكون التاثير بتاعها عميق جدا في الشعور بتاعي ومع الوقت على افكاري، وممكن يخلي حياتي تعطل بالكامل واوصل لمرحله الاكتئاب بسبب حاجات كتير من اللي احنا قلناها دي. تمام. اول حاجه نصيحه عامه خالص كده، لازم الناس تنام كويس. النوم ده عمليه بيولوجيه مهمه جدا. فكره ان انا التصدير بتاع فكره ان النوم معناه عطله، الانسان اللي بينام 8 ساعات ده انسان فاشل، الانسان بينام 9 ساعات ده خلاص، ده ضاع خلاص يعني بالمعنى الحرفي. يعني شفت فيديو كان لحد مشهور جدا بيقول لك انت بتنام من الساعه 1 للساعه 9، وفي واحد تاني قاعد الساعه 7 مستني البورصه، بتقول انت كده بتضيع الساعتين دول، بتضيع حياتك، بتضيع فلوس. لا، النوم على فكره مهم جدا. انت اصلا لو قعدت كل يوم تصحى من 6 وانت نايم قليل، وقعدت 7 تستنى البورصه، مش تبقى مركز اصلا، وهتضيع منك حاجات كتير، وفي معلومات هتضيع منك. فالنوم حاجه مهمه جدا. النوم الطبيعي معناه ان مخك بيتصرف بشكل طبيعي، معناه ان مخك بيستقبل المعلومه بشكل طبيعي، معناه ان مخك بيركز وبيفتكر بشكل طبيعي. تلاقي الناس كلها ماشيه ايه، بتدي لبعض اوميجا 3. الذاكره هو السمك نفسه قاعد ينسى طول اليوم، ما هي اوميجا 3 دي ينفعوا فيها يا جماعه؟ ماشي هتساعد وكل حاجه، بس النوم هتقعد تاخد اوميجا 3 تنام 4 ساعات، يعني هتعمل فيك ايه؟ النوم ده حاجه مهمه جدا. حاجه التانية، تكوين عادات صغيره بتعملها كل يوم ايا كان وراك ايه، رياضه، قرايه، عادات ايجابيه، تعمل حاجه بسيطة. حاجه بسيطه، دي اللي هتكبر بعد كده. في ناس تلاقيها ماسكه حاجه صغيره كتاب قد كده ما يقدرش يقراه، خلصه تلاقي بعد كده بدا يقرا مجلدات. هو المهم بس ان هو حاجه يكسرها ويعملها بشكل معين لحد ما مخه يبدا يكون زي ما قلنا كده وصلات عصبيه. الشخص ده يقعد يقرا. لو ما عندكش الوصله العصبيه بتاعت القرايه تبقى بتتملل بسرعه من القرايه، عندك الوصله العصبيه هتقعد ومش في دماغك. العادات الصغيره مهمه جدا. تالت حاجه، ما تخشش في معارك لا تخصك. دي بقى بخصوص بقى المشاكل الكتير، ما تخشش في معارك لا تخصك. مش لازم تقعد تحل أزمة الناس الاقتصادية على الفيسبوك، مش لازم تحل الانحلال الأخلاقي على الفيسبوك، مش لازم تحل الانحلال الديني على الفيسبوك، مش لازم يبقى ليك رأي. مش لازم اصلا يعني عادي يعني. بس ما تدخلش نفسك في كل معركة كده. انا بشوف ناس مثلا اللي هو وقته ودماغه مشغولة بكل حدث بيتم في العالم. يقول لك في واحدة في الصين انتحرت، لا في بنات مسخرة حياتها لياسمين عز مثلا اليومين دول. تمام. في رجاله مسخره حياتها لرضوى الشربيني، فاهم قصدي؟ تمام. وهكذا يعني
لصراعات معاك حق معاك حق. كمل يا دكتور. يعني فكره فعلا ما تخشش كل شويه في معارك لا تخص. مش لازم كل حاجه في العالم انا فاكر نفسي ان انا بصلحها دلوقتي. يعني لو انت مثلا بنفس العقليه دي كنت قاعد بقى وقت المغول مثلا لما ايه دخلوا مش عارف والبحر لونه والنهر اتغير والخلافه وقعت، انت كنت هتموت فيها بقى. تمام. لا مش كل حاجه تقعد تسمعها كده اللي هو في حصل كذا في سوريا وحصل كذا في لبنان وحصل كذا في الاردن وحصل كذا في فلسطين وحصل كذا. قيم اصلا. يعني انت مثلا انت مثلا مركز مع قضيه فلسطينيه عشان قيمك، تمام، بس بقى مش فلسطين وتايلاند والجزء الشرقي، ماشي، كل حاجه وليها مجهود وطاقه. دي الجلوكوز بيتحرق، كل اللي انت بتعمله ده جلوكوز بجد بيتحرق، طاقه بتهدر، طاقه عصبيه بتهدر. ما تخشش في كل المعارك كده. مش لازم الناس كلها تبقى على رايك اصلا. انت لازم رايك يبقى من جواك، مش لازم الناس تبقى متفقه معاه عشان انا حاسس ان رايي صح. رايك صح لانك انت كونته بناء على معارف، مش كونته من خلال السوشيال ميديا. مش ان الناس بتقول لك انت رايك صح. خد بالك الناس اللي هتسمع البودكاست هتقول لك دكتور سعيد بيقول لنا نتجاهل القضيه الفلسطينيه. لا لا لا، هو انا عارف ان هو مثال للتشبيه يعني. لا انا بقول لك مثلا مثال للقيم. انا برضو دلوقتي مثلا قيمي ان دي قضيه محوريه بالنسبه لي اهتم بيها. انما فكره بقى ان كل قضايا العالم تهمني، والحاجات التافهه بتاعت السوشيال ميديا بالحاجات دي كلها تلاقيه داخل بيحرق فيها يوم كامل، شيفت كامل 8 ساعات قاعد يرد ومستني التعليق يسكرول. محمد احمد رد قال ايه ده انا عملت له ديس، ده انا اديته كومنت جاب 100 لايك. فانا في الفاضي انتصارات وهميه فعلا. ايه تاني يا دكتور؟ عاوز ايه تاني؟ انا قطعت حبل افكارك بس قلت لا لازم اوضح حته فلسطين دي. يبقى احنا كده الرياضه، تنظيم الوقت بتاع السوشيال ميديا، النوم، ما تاخدش معارك مش بتاعتك، فرق كويس ما بين الحزن والاكتئاب، وان الضغط ده طبيعي انه يبقى موجود. ما نقفلش على الاولاد من صغرهم، وما يبقاش برضو في افراط في ان احنا نسيبهم بدون توجيه. انا بحاول اجمع كل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها. ايه تاني ما تتكسفش تطلب مساعده لو عندك مشكله. مش عيب انك انت تطلب مساعده، لان ممكن تبقى مشكله بسيطه خالص والموضوع نلحقه. الرياضه ليها دور عظيم في ان هي يعني تقوي العقل زي ما هي بتقوي الجسم. وان الموضوع انت شرحته من وجهه نظر طبيه. بصراحه ابدعت. تسلم. مبسوط جدا من اللقاء الجميل اللي احنا عملناه النهارده مع بعض ده، وربنا ينفع بيك يا رب. وان شاء الله دي مش هتبقى اخر حلقه، هنعمل واحده كمان بامر الله. بس المره الجايه بقى نبقى محضرين احنا الاثنين ونلتزم بامر الله بالسكريبت. وبكده حلقتنا النهارده من البودكاست انتهت. سيبوا لنا في التعليقات محتاجين تعرفوا ايه اكتر، ودكتور سعيد ان شاء الله هيكون معانا في حلقات تانية جايه كتير. انتظرونا.